السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شبابنا وطلابنا الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب كلهم بخير. النهارده يا ابطال ميعادنا مع فيديو الوحدة السابعة، أول وحدة في الترم الثاني يا ابطال. خلصنا الحمد لله الترم الأول، قرأناه وخلصناه مراجعة. ميعادنا النهارده مع الزتونة والفيديو الخاص بيونت 7 كلمات وجرامر مع بعض. هنفرمهم لك في فيديو واحد يا بطل، مش هنخليك عايز فيهم حاجة. الكلمات بتاعتنا زي ما اتعودنا شرح وحل وفرم ومراجعة، وهتحفظهم قبل ما تقوم معامل الفيديو. كلمات هنخلصها تخش على بند الخاص بالجرامر، ازمنه الباست بيرفكت والماضي البسيط الباست سيمبل. هتعرف كل التفاصيل الخاصه بيهم. هنعرف الروابط، بنستخدم الرابط ده امتى والرابط ده امتى وده ازاي وهنعمل فيه ايه. هنعرف كل التفاصيل واحد تلو الاخر. ركز معانا للاخر يا بطل، ان شاء الله هنلم لك كل الاجزاء اللي موجوده عندك. يلا بينا نبص نشوف الوحده بتاعتنا وكتاب الزتونه جايب لنا ايه، ويلا نخش عشان ما نضيعش وقت ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نبص على question نمبر 1. السؤال الاولاني هنا بيقول the crew welcomed passengers as they boarded the ship. طبعا خدنا قبل كده كلمه كرو اللي هو بمعنى نكتب بايدينا كده طاقم السفينه او الطائره. اوكي، رحب بالركاب as they boarded. بورد هنا يعني ايه يا دكتوره؟ بورد هنا يعني يركب السفينه، بورد يعني يطلع على متن السفينه او الطائره. the antonym of board، وبورد طبعا احنا خدناه بمعنى يركب السفينه او الطائره، فطبعا عاوز مني الانتونيم المضاد. زي ما احنا اتفقنا هنعمل هايلايت كده او خط على كلمه انتونيم وخط على كلمه بورد، يبقى انا كده عرفت هو طالب مني ايه. طالب المضاد من كلمه بورد على يطلع السفينه. طيب الاختيار الاولاني كلمه جيت اوف، نكتب عليها كده ينزل. جميل. ولتر بي كلمه جيت اون هنا معناها يركب، ودي طبعا مرادف يعني بتساويها، يعني كده معنى كده الاجابه دي غلط. الاختيار الثاني كلمه انتر يركب، وكلمه ماونت طبعا خدناها قبل كده، يعني ايه يا دكتور؟ يعني يمتضي الشيء او يركب الشيء. يمتضي يعني يقول لك يطلع على الايه، يطلع على المنصه او يطلع على الايه، على وسيله المواصلات اللي بنتكلم عليها. فطبعا كلمه بورد يعني يركب، فبي وسي ودي نفس المعنى، اذا المضاد هيبقى جيت اوف. question number 2. during stressful situation، اثناء المواقف اللي فيها ضغط علينا احيانا it's best to go with the flow. طبعا هنعمل هايلايت كده او خط تحت كلمه go with the flow. طبعا دي معناها يواكب الايه، التيار، يمشي ايه مع مع الموجه زي ما بيقولوا يعني. افضل من انك resist يعني يقاوم. طيب هنا عايز السينونيم المرادف بتاع كلمه go with the flow. اول حاجه هنا letter A resist، طبعا مبدئيا غلط تماما، لان احنا قلنا ان هو حتى في الاختيار في الجمله جاب لينا كلمه go with the flow، جاب هنا ان الريزيست افضل من كذا، يعني معنى كده دي مناقض لا يساوي. يبقى letter A طبعا عندنا هنا كده غير غلط، دي عكس تماما الكلمه. letter B control طبعا معناها يسيطر، ولتر C oppose يعني يعارض، ولتر D adapt يعني ايه؟ يعني يتكيف. طبعا احنا خدنا كلمه ادابت وادوبت هنا بمعنى يتكيف، وادوبت يعني يتبنى فكر او ولد او اراء او ميثودولوجي، طرق تدريس معينه او ستايل معين ايا كان. فطبعا الاجابه الصح بتاعتي هنا هتبقى ان هو بيعمل ايه؟ بيتكيف مع الشيء، تكيف مع الشيء اللي ظاهر قدامك. طيب نمبر 3. an area full of people يعني منطقه مليانه بالناس. energy الطاقه and movement مليانه بالحركه، بنوصفها ان هي ايه؟ bustling. تمام، اللي هي بمعنى نكتب عليها كده نفتكر الكلمات بتاع اليونت. bustling يعني صاخب. تمام. ولتر بي advanced يعني متقدم. تمام، او طبعا يعني غالبا ما بنستخدمها مع التكنولوجيا. ولتر سي ليكزوري اللي هي خاصه بالرفاهيه. ولتر دي اناونس يعني اعلن عن فعل شيء. طبعا الاجابه الصح بتاعتي هنا هتبقى في نمبر 3، ان هو لتر A هي الحاجه المليئه بالضوضاء. لتر A بوستلينج بمعنى صاخب او به كثير من الايه، من الضوضاء. question number 4. نمبر 4 بيقول students were طلاب كانوا not when the principal discovered they cheated on the exam. لما المدير عرف ان هم بيغشوا في الامتحان. letter A معناها ان هم over the moon يعني كانوا فرحانين جدا، ولا in hot water يعني في ورطة، نكتب المعنى بتاعها عليها. in hot water يعني ايه؟ في ورطة. ولا going with the flow، طبعا احنا خدنا كلمة go with the flow يعني يسير الامور. when pigs fly معناها طبعا مستحيل، او بالفلاحي زي ما بيقولوا كده في المشمش يا ريس. students were طبعا ما ينفعش تقول ان هم كانوا over the moon، طبعا هم كانوا في مأزق او في ورطه، اللي هي letter B in hot water طبعا من خلال ترجمتنا للجمله. والاختيارات هنعرف ان letter B هي الاجابه الايه، الصحيحه. question number 5 بيقول airlines request passengers يعني هنا تطلب شركات الطيران من الركاب ان هم نقط reservation الحجز قبل الصعود before land boarding the flight. يبقى ان هم يعملوا take جميل ياخذ، ولا confirm يعني يؤكد، ولا reflect يعني يعكس، ولا reject خدناها قبل كده بمعنى يرفض، نكتب معناها برضو ممكن تكون بقالنا كتير ما قابلناهاش. اذا الاجابه الصح بتاعتي الشركه بتطلب من الناس ان هم يعملوا ايه؟ confirm يعني تاكيد الحجز. تمام.
نبص على question number 6. Planes may not wrong it if careful preparations is not done in advance. يعني الجملة بتاعتي هنا بيقول إن البلانز الخطط ممكن ننقط الخطط بشكل خاطئ إذا لم يتم الإعداد لها جيدا. تمام. وخلي بالنا من كلمة in advance، نكتب عليها مقدما. زي ما بقول لك مثلا أنا مبسوط جدا إن أنا حجزت الفندق مقدما. ليه؟ أنا رحت لقيت مكان، زمايلي جم بعد مني ما لقوش مكان، فدي in advance كلمة مهمة نركز عليها. يبقى هنا البلانز may vanish. طبعا احنا خدنا هنا كلمه vanish معناها هي اصلا زي ما قلنا قبل كده مصطلح كنا بنضحك بيه. ها، vanish الغسيل ملوش مستحيل، ده بمعنى ايه؟ يختفي. كلمه do ولا go ولا flow، طبعا هي do يعني يفعل ملهاش علاقه، وفلو هنا بمعنى يتدفق. تمام. او ممكن تيجي هنا بمعنى عيب، او ممكن لها بمعنى خلل. عيب مش انا حاجه قليله الادب، لا عيب يعني مساوئ، يعني disadvantageous. طبعا الاجابه الصح احنا خدناها قبل كده، اتفقنا ان الجمله بتاعتي بتيجي اسمها جو رونج، وممكن تيجي لي في الباست went wrong. اوكي. نبص على كويشن نمبر 7 المربع الثاني بتاعي. ذا بوستلينج ماركت، احنا لسه واخدين فوق في المربع الاولاني كلمه بوستلينج نعمل هايلايت عليها كده. قلنا ان بوستلينج هنا بمعنى مليء بالضوضاء وبمعنى حاجه صاخبه. تمام. ذا بوستلينج ماركت، تمام، was full of choppers اللي هم الناس اللي بيروحوا يشتروا and street vendors. مرادف كلمه بوستلينج. تمام. انا عايز اعرف هنا المرادف بتاع كلمه بوستلينج. طبعا اتفقنا كلمه بوستلينج هنا يعني مليء بالحيويه بالنشاط، يعني في ايه؟ صخب او صوت عالي او ضوضاء. نبص كده على لتر ايه ان اكتف. طبعا اكتف يعني نشيط، ان اكتف يعني غير نشيط، او ممكن بنسميها بالعربي خامل. لتر بي ليفلي بمعنى مفعم بالحيويه او نشط، هي الاجابه الصح. لتر سي كوايت يعني هادئ. تمام. لتر دي امتي يعني فارغ. طبعا الاجابه الصح بتاعتها هتبقى لتر ايه؟ لتر بي. نبص على question number 8. We arrived at the station just before the departure of the bus. يعني احنا قمنا وصلنا للمحطة just before قبل مغادرة القطار. نعمل خط كده على كلمة departure ونكتب عليها مغادرة. مضاد، هو عايز هنا طالب مني يا شباب الانترم المضاد بتاع كلمة departure اللي هو بتاع المغادرة. طبعا مضاد كلمة مغادرة يا ترى هي arrival يعني وصول، ولا withdrawal؟ خدنا كلمة withdrawal لما يبقى معاك الفيزا رايح البنك بتعمل سحب. تمام كده. او ممكن تيجي بمعنى انسحاب، انسحاب الفريق من المكان الفلاني او من الايه، من النهائي او غيره، دي اسمها withdrawal. وخدنا بعد كده كلمة leaving اللي هي مغادرة، وخدنا exit يعني يخرج. فطبعا departure يعني مغادرة، العكس بتاعها الوصول. ده بالنسبة لكويشن نمبر 8. نبص على كويشن نمبر 9. when you find your way using directions or by planning a route. يعني لما انت بتيجي تلاقي الطريق بتاعك او تجد طريقك باستخدام الدايركشنز الاتجاهات، او انك بتبقى مخطط طريق له، ده معناه this mean you imagine يعني انت تتخيل، ولا benefit يعني تستفيد، ولا navigate اللي هو طبعا navigation اللي هو نظام الملاحه، ولا phrase. طبعا احنا خدنا كلمه phrase ديت يعني صياغه الجمله، او يصيغ جمله، او يصيغ ايه؟ عباره. طبعا الاجابه الصح معروفه، اسمها ايه؟ النافيجيشن، حتى اسمها نافيجيشن ساتلايت، الملاحه. اوكي. طيب question number 10. Space means something that will never happen. معناها شيئا لن يحدث ابدا. طبعا بيلعب زي ما احنا اتعودنا من اول ما اشتغلنا في كتاب الزتونه، ان بيجيب لي هنا في ضمن المربعات لازم يجيب لي هنا حاجه من الايديومز اللي موجوده في اليونت، ودي حاجه كويسه. هنا طبعا بيقول لك معناها حاجه مش هتحصل. لو انت بصيت على لتر A in hot water، يعني خدناها من شويه حليناها ان هو في مأزق او في ورطه، اجابه غلط. لتر بي طبعا جاب لي هنا كلمه جو بنانا، يعني يجن جنونه يتهبل بمعنى صح، يجن جنونه. تمام. عندي بعد كده لتر سي someone's heart sinks، بمعنى طبعا يشعر بخيبه الامل. وبعد كده هون بيجز فلاي. طبعا هون بيجز فلاي يعني معناها لو انت ترجمتها ترجمه حرفيه لما الخنازير تطير، طبعا عمرها ما بتطير، فدي معناها يعني ايه؟ عمرك ما هتشوف الكلام ده، عمرها ما هتحصل. وزي ما قلنا بالفلاحه دلوقتي اسمها في المشمش يا ريس، عمر الحاجات دي ما هتحصل. لفظ بنقوله كده ايه؟ اصطلاحيا عندنا في مصر، يعني معناها ان الحاجه دي عمرها ما ايه؟ عمرها ما هتحصل. question number 11. السؤال هنا بيقول the government will not an announcement about new public health regulations. the public يعني او the government يعني الحكومة ستقوم بإيه؟ announcement بالإعلان عن the new public health regulations. regulation طبعا خدناها قبل كده بمعنى إجراءات احترازية خاصة بالصحة العامة. يا ترى الحكومة سوف speak تتحدث، ولا make يعني تعمل make an announcement، ولا connect يعني توصل، واتفقنا ان connect يعني يوصل حاجة مادية بحاجة مادية، ولا do يعني يفعل. طبعا الإجابة الصح بتاعتي هنا في collocation بيجي مع كلمة announcement اسمها make an announcement. question number 12. tickets اللي هي التذاكر. تمام كده.
must be booked يعني لابد ان يتم حجزها نقط to guarantee seats for the concert. guarantee خدناها قبل كده بمعنى يضمن الكراسي للايه او المقاعد للايه كونسرت في الحفل. يا ترى هنا must be booked in advance مقدما ولا in contrast يعني بالتناقض؟ طبعا انا قلت advance من شويه حليناها برضو بمعنى ايه مقدما، ولا in contrast بالتناقض او على النقيض، وان فاكت يعني في الحقيقه in conclusion بنستخدمها بمعنى في الختام علشان نيجي نتكلم على الايساي لما بتيجي تعمل الكونكلوجن. طبعا الاجابه الصح لو انت عايز تلحق حاجه فانت المفترض بتحجزها in advance يعني مقدما. نبص على question number 13. السؤال هنا travel restrictions. طبعا احنا قلنا يا جماعه قبل كده كلمه restrictions يعني قيود. في قيود على السفر were imposed during the health crisis. يعني في فرض قيود على السفر اثناء الازمه الايه الصحيه. هات لي هنا كلمه، بص زي ما اتفقنا هنعمل هايلايت على حاجتين، على كلمه سينونيم المرادف وعلى كلمه ريستريكشن اللي هي القيود. ونيجي نبص كده مع بعض نشوف يا ترى هي ليبرتي. طب واحده واحده كده، ليبرتي خدناها قبل كده، عارفين انتوا تمثال الحريه، ها يبقى ليبرتي يعني حريه. لتر بي ليميتيشنز، طبعا هي كلمه ليميت يعني يقيد او يحد، بتساوي كلمه ديكريز وليسن حاجات كتير من هذا القبيل. طبعا هو ده مرادف لكلمه قيود فهي اجابه صح. طب نبص برضه على الباقيين، فريدم وبرميجن طبعا اجابات ايه ما تنفعنيش. نبص على question number 14. good team members يعني اعضاء الفريق الجيدين. often go with the flow، طبعا احنا خدنا من شويه كلمه go with the flow يعني يتماشى مع الامور يسير الامور. to maintain harmony، طبعا احنا خدنا كلمه maintain harmony يعني يحصل على ايه يا جماعه الانسجام او السعاده. تمام. the antonym of go with the flow، طبعا هو هنا نعمل سيركل او هايلايت على antonym وعلى كلمه يسير الامور. يلا بينا نعرف مضادها ايه. طبعا احنا قلنا في اول مربع خدنا ان كلمه جو وذ ذا فلو يعني ايه؟ يعني ادابت، يعني دي مرادف مش مضاد، يبقى نعمل عليها ايه؟ نعمل عليها غلط. نبص على الكلمه الثانيه، كلمه اكسبت يعني يقبل، طبعا ما تنفعش. ريزيست يعني يقاوم، وادجست يعني يتكيف، يبقى A وB ودي نفس المعنى فاجابه غلط. اذا الاجابه الصح هتبقى ريزيست بمعنى يقاوم، بدل ما انت بتسير الامور بتاعتك ويقول لك مشي حالك، لا انت مش بتمشي حالك، انت بتقاوم الموجه كده وبتقف قدام الحاجات اللي واقفه قدامك او الموقف الصعب. نمبر 15 بيقول a space is a document يعني وثيقة that lets you board an plane. board اتفقنا في أول سؤال عندي النهارده، إن إحنا قلنا كلمة board بمعنى يركب على متن سفينة أو طائرة. فطبعا إيه الوثيقة اللي بتسمح لك بركوب الطيارة؟ طبعا عندك luxury اللي هي بمعنى الرفاهية، نكتب المعاني لو أنت مش فاكر عشان نفتكر ونراجع كل الوحدة. letter B restrictions خدناها بمعنى قيد أو قيود لسه قايلينها. ولتر C carry on بمعنى حقيبه الايه؟ حقيبه اليد. تمام. ولتر دي بوردنج باس، طبعا هي بوردنج باس هنا اللي هي تذكره الصعود للايه يا جماعه؟ للطائره، هي الاجابه الصحيحه. نمبر 16 the children الاطفال not when they saw the magician perform amazing tricks. يعني بيقول لك الاطفال نقط لما هم شافوا الساحر بيأدوا تريكس يعني ايه؟ خدع مدهشه. يا ترى الاطفال went bananas went with the flow updated someone on something were in hot water. طبعا اول كلمه went banana اللي هي جو بنانا يعني يجن جنون اتهبلوا. مش معنى اتهبلوا ان هو جت ماد، لا يعني في حاجه عجبتني قوي فانا ما كنتش مصدقها. تمام. لتر بي went with the flow خدناها من شويه، قلنا went with the flow يعني يواكب اموره، طبعا هي ملهاش علاقه. لتر سي بيحدث واحد او بيطلع واحد باخر الاخبار، غلط. لتر لتر دي وير ان هوت ووتر يعني في مأزق. طبعا انا قلت من شويه جو بنانا اللي جاب لك الماضي بتاعها وانت بنانا يعني يشت جنونه، يعني العيال لما شافوا الساحر بيأدي حركات خدع والكلام ده كانوا مهبولين باللي هو بيعمله. فطبعا الاجابه الصح هتبقى ايه؟ لتر ايه هي الاجابه الصحيحه. نبص على question number 17. السؤال بتاعي هنا employee often have to، برضو يعني عشان اتكلم على كلمه وانت بنانا عشان لو في حد مش فاهم بشكل كويس ممكن نقول ان الطالب او الاولاد دول فقدوا السيطره على اعصابهم من الفرحه او من الدهشه او من الخضه او في حماس شديد وهكذا، دي معناها. خلاص. نمبر 17 employees طبعا اللي هم الموظفين often have to يعني غالبا بيبقوا مضطرين ان هم نقط a situation اي موقف في الشغل that requires quick decision making، محتاجين ان هم نقط اي موقف بيتطلب منهم ايه؟ نشد خط كده على كلمه quick decision making اتخاذ قرار سريع. يا ترى الموظفين مضطرين غالبا ان هم spend ولا fail يعني يفشل ولا handle يتعامل ولا deal يعني يتعامل برضه؟ اقول لك ببساطه كده
ديل هنا طبعا خدناها قبل كده ان ديل اكتب جنبها حرف جر هنا، ديل ويز يعني يتعامل مع. اذا ترجمتها في الجمله مش هتنفع او اختيارنا في الجمله ليها مش هتنفع لعدم وجود حرف الجر ويز. لو كان موجود ديل ويز سيتويشن كانت هتبقى اجابه صح، يا ريت نكون كتبنا حرف الجر. فالاجابه الصح عندها هتبقى كلمه دي هاندل اللي هي لتر سي، يعني يتعامل وبتجيب بعدها الموقف اللي انت بتتعامل معاه. Question number 18. The ambassador visited the school. طبعا هو بيقول لك هنا السفير زار المدرسه to meet the students and the teachers directly. طبعا علشان يقابل الاولاد بشكل مباشر. طيب visit the school. in addition طبعا خدناها قبل كده بمعنى بالاضافه الى، بتساوي كلمه and الاضافه. in person يعني personally يعني اكتب جنبها شخصيا. letter C in fact في الحقيقه، ولا in conclusion في الخاتمه. طبعا هو الراجل ده راح زارهم بنفسه، يبقى هتبقى الاجابه letter B هي الاجابه الصح. after missing the deadline يعني after the missing يعني بعد ما فقد الديدلاين الميعاد المحدد. he realized he was in hot water. ادرك ان هو كان في مأزق with his boss مع المدير بتاعه. بيقول لك هات لي المرادف بتاع كلمه in hot water في ورطه. يا ترى هي in trouble ولا out of trouble؟ طبعا كلمه out of trouble يعني out يعني بعيد عن اي مشاكل، طبعا اجابه غلط، ده هو كده في مصيبه. safe يعني امن، لا هو في مصيبه. secure يعني امن، اجابه غلط. اذا الاجابه الصح in trouble. number 20. Your ticket is no longer valid يعني التذكرة بتاعتك لم تصبح صالحة، يعني خلاص بقت expire. فكلمة valid يعني صالح، برضو اعمل هايلايت على الانتونيم وهايلايت على valid. يا ترى هي المضاد بتاع صالح acceptance يعني مقبول، ولا expired يعني بقى منتهي، ولا active يعني نشط اللي لسه الفيزا نشطة أو التذكرة نشطة، ولا legal قانونية وشرعية؟ طبعا هتفق مع سيادتك إن الفيزا بتاعتك أصبحت إيه؟ اكسباير هي الاجابه الصحيحه، لان دي اللي هتديني الانتونيم المضاد بتاع الكلمه بتاعتي. نمبر 21. You space are rules that limit what you can do. هي القيود او الشروط اللي هي بتحدد ايه اللي انت تقدر تعمله. خدناها من شويه، ما احنا قلنا بقى من كتر التكرار هتلاقي نفسك عملت هذه الكلمات. يا ترى هي كليمز ونكتب فوق كلمه كليمز يعني كليم يعني يدعي، كليمز يعني ادعاءات، ادعاءات. نمبر لتر A. لتر B announcements. طبعا announcements يعني اعلانات، تمام كده، طبعا مالهاش علاقه بينا. restrictions بمعنى قيود، جمع. ولتر دي بوسلنج اللي هو الايه الحاجه الصاخبه او الصخب، اللي هو الايه الحاجه الصاخبه زي كلمه نويز بالظبط زي ما قلناها كتير فوق. يبقى اذا الاجابه الصح بتاعتها تبقى لتر سي هي الاجابه الايه هي الاجابه الصحيحه. نبص على question number 22. during the unexpected changes at work يعني بيقول لك اثناء التغيرات الايه الغير متوقعه في الشغل، من الافضل ان انت not and adapt. من الافضل انك ايه وتتاقلم. اولا لو ركزت على كلمه and جه بعدها كلمه adapt يعني يتاقلم، يعني عايز قبلها زي اللي بعدها، قبلها صفه زي اللي بعدها. فاحنا من غير ما ننزل حتى الاختيارات عرفنا ان في كلمه او idioms خدناها في اليونت بمعنى انك تتاقلم، اللي هي اسمها ايه يا جماعه؟ go with the flow. letter ايه؟ letter A. تمام، هي الاجابه الايه هي الاجابه الصحيحه. go with ايه go with the flow. نبص على question number 23. travelers often not a flight because of traffic or delayed transportation. طيب يعني بيقول لك المسافرون غالبا not a flight الرحله الجويه بسبب الازدحام المروري او تاخر ايه يا جماعه؟ الزحام او تاخر المواصلات. يا ترى often gain a flight miss a flight find a flight make a flight؟ مبدئيا الاجابه عندي هنا هتبقى ايه يا شباب؟ المسافرون غالبا اولا كلمه جين الاولانيه يعني بيكسب او بيحصل على، ولكن بتيجي مع الحاجات المعنويه. كلمه مس يعني يفوت وسيله مواصلات، اجابه صح. وكلمه فايند يعني يجد، وكلمه ميك يعني يصنع او يعمل، طبعا اجابات غلط. اذا الاجابه الصح بتاعتها تبقى يا شباب مس ا فلايت يعني ايه؟ يعني يفوتوا وسيله مواصلات ايا كانت هي وسيله الايه المواصلات. طبعا هي دي تعتبر الفعل مناسب عن لما تكون متاخر عن اي ايه عن اي وسيله مواصلات. 24. 24. الاصدقاء often come not during weekends يعني الاصدقاء غالبا ما بيتجمعوا اثناء الويك اند عشان يستمتعوا بالوجبات and conversation together والمحادثه مع بعض. يبقى come on ولا come in ولا come at ولا come over؟ طبعا الاجابه الصح بتاعتها هتبقى يا شباب come over بمعنى يتقابل او يكون بزياره شخص معين في مكان خاص بيه. question number 25. owing owning a sports car is considered يعني بيقول لك ان اللي يبقى عندك او لديك عربيه رياضيه يعتبر luxury for most people يعني يعتبر حاجه من ضمن الرفاهيات لكثير من الناس. هنا طبعا هنعمل هايلايت على سينونيم المرادف على كلمه رفاهيه.
يا ترى هي بلينس. طبعا لو انت جيت بصيت معايا بس كده، بلينس بلين يعني ببساطه، هو حد عايش بسيط بساطه. وكلمه كومفورت يعني الراحه، تمام. وكلمه بافورتي يعني الفقر. ولتر دي سمبلسيتي، طبعا سمبلسيتي بمعنى ايه؟ البساطه. طيب، صلوا بينا على النبي. هو لما يبقى حد عايش في رفاهيه، معنى كده انه عايش في ايه؟ راحه. فاذا الاجابه الصح هتبقى لتر ايه؟ لتر بي هي الاجابه الصحيحه. نمبر 26، السؤال 26 بيقول he felt frustrated after failing to solve the complex problem. يعني الراجل ده حس بالإحباط بعد ما فشل في حل المشكلة المعقدة. هات لي نعمل هايلايت على المرادف وهايلايت على frustrated يعني محبط. يعني عايز معنى يدي معنى كلمة محبط. يا ترى هي الكونتنت يعني راضي أو مقتنع، اكتب جنبها قانع أو مرضي. بقول لك يا باشا خليك مرضي باللي ربنا قسمه لك، ده معنى كونتنت. وبليزد احنا خدناها بمعنى واحد مسرور، نكتب المعنى قصادها. وكلمه ساتسفايد خدناها برضو بمعنى راضي او مرضي باللي ربنا كتبه له. ولتر دي disappointed يعني محبط. طبعا ببساطه من غير ما نفكر كتير، الاجابه بمعنى خائب الامل او مستاء، اللي هي الاخيره disappointed. Number 27. The waiting area before your flight leave is the سؤال جميل ومهم. The waiting area يعني منطقة الانتظار قبل ما الرحلة الجوية بتاعتك تغادر، هي يعني سيادتك بتبقى منتظر فين؟ تعالى مع بعض كده نبص على الاختيار. لتر ايه؟ لتر ايه هنا بيقول لك بوردنج باس. بوردنج باس طبعا دي معناها نكتب كده تذكره الايه يا جماعه؟ تذكره الصعود، تذكره الخاصه بالايه؟ بالصعود. ديبارتشر لونج، طبعا ديبارتشر لونج دي معناها هكتبها لك بعيده، صاله المغادره. صاله الايه؟ المغادره. وطبعا لتر سي جيت يعني البوابه معروفه. ارايفنج هول، ارايفال هول دي معناها هول يعني صاله، فدي معناها صاله ها الوصول. اذا الاجابه الصح بتاعتنا هنا هتبقى يا شباب ديبارتشر لونج، اللي هو صاله المغادره. بعد ما بتعمل تشيك اب وكل حاجه، بيبقى في صاله منفصله بتفصلك عن بقيه الناس اللي في المطار. دي صاله المغادره. خلاص التيم اللي موجود او الباسنجرز الموجودين هنا هم اللي لهم الصلاحيه يقدروا يخشوا على البورد بتاع الطياره، على متن السفينه او الطياره. نبص على question number 28 ونقول بسم الله. you promise to finish all homework before dinner. يعني هنا بيقول لك انت وعدت انك تخلص الواجبات بتاعتك كلها قبل العشاء. that will happen، ده هيحصل. قال لك هنا when pigs fly، تمام، ولا someone's heart sink، تمام، ولا in hot water، ولا go with the flow. طبعا لو جينا بصينا على الاختيارات، الاجابه طبعا حللناها كتير جدا دلوقتي يا شباب، اللي هي when pigs fly يعني معناها ان الحاجه دي مستحيله تحصل، او زي ما قلنا بالفلاحي ايه؟ في المشمش. نبص على question number 29. Passengers request the airline to. Passengers يعني الركاب بيطلبوا من شركة الطيران ان هم نقط the luggage to their final destination، اللي هم نقط الامتعة بتاعتهم الى الجهة المقصودة بتاعتهم او الجهة النهائية بتاعتهم. يبقى بيطلبوا من الشركة ان هم rewrite، تمام. طبعا احنا خدنا rewrite يعني يعيد كتابة، ولا vanish يعني يختفي، ولا reroute، ولا respect. طبعا في حاجة اسمها اعادة توجيه او اعادة المسار، وطبعا دي المطلوبة عندي في المطار، تمام. فالاجابة الصح ريروت، لان كلمه ريسبكت يعني يحترم. فطبعا هو يطلبوا منهم ان هم يعملوا يا جماعه، يعملوا اعاده توجيه المسار بتاعهم في قلب الايه؟ في قلب الشركه او الكلام ده. طبعا دي معناها ايه؟ يعني لما تكون انت مثلا عامل شحن لاي حاجه، فانت بتقول له لا انا عايز اعدل المسار، بدل ما هتروح كده هتروح كده، هتروح البلد دي هتروح البلد دي. خلاص تمام. نمبر 30. The plane will take not in a few minutes. الطياره سوف نقط في خلال few minutes دقائق قليله. after passengers complete boarding بعد ما الركاب يكملوا البوردنج اللي هم الركوب على الايه؟ على الطياره. طبعا احنا خدنا مصطلح كلام قديم قوي، قلنا تيك اوف يعني لما تيجي تقلع الملابس بتاعتك. وخدنا تيك اوف اصلا قلنا ان هي ممكن تيجي بمعنى تقلع للطياره، يعني بعد ما الركاب يركبوا الطياره. لو انت عيل شاطر هتلاقي ان كلمه باسنجرز في الاخر كده ان ايه؟ نشد عليها هايلايت او نوصلها باسنجرز بكلمه بوردنج يعني ركاب يركبوا. يبقى ايه اللي هيحصل؟ الطياره هتقلع. يبقى الاجابه الصح هتبقى بتاعتي تيك اوف يعني يغادر او تقلع للطائره. نبص على الجزء اللي بعد كده في الصفحه، الجزء الثالث في الصفحه بتاعتي question number 31. A space is a group of words. يعني ايه as a group of words؟ مجموعه من الكلمات that work together بتشتغل مع بعضها to express a particular idea، علشان تجيب هنا ايه؟ فكره معينه. طبعا الاختيارات اللي عندي كلمه بريز هنا بمعنى يمدح، نكتب المعاني بتاعتنا فوقها. بريز يعني ايه؟ يعني يمدح. ولتر بي فراز بمعنى عباره، قلناها من شويه. واللي بعدها كلمه بارافريز خدناها اللي هي بمعنى اعاده الصياغه، بيصيغ الشيء تاني. والاخيره خالص بمعنى كلمه فريزل، طبعا ديت ايه؟ صفه او ايه؟
او متعلق بالعبارات اللي هي كلمه فرز اللي احنا قلناها في الاول. طبعا لو جيت بصيت على الجمله بتاعتي هنا ان مين اللي مجموعه من الكلمات، طبعا هي ايه يا جماعه؟ هي الفراز، العباره زي، هي العباره زي كلمه ايه؟ ها، زي الكولوكيشن اللي بتجي لي في الكتب كده، زي كلمه ميك ذا بيد والكلام ده كله. طيب 32 بيقول لك means to feel disappointed، معناه انك تبقى محبط تماما او قلقان بخصوص شيء ما. يا ترى الاجابه بتاعتي هنا go banana، ولا update someone on something يعني يخبر واحد بحاجه، ولا someone's heart sink ينفطر قلبه قالت له خلينا اخوات، ولا انهي ورر يعني في مأزق او في ورطه كبيره. طبعا احنا قلنا الاجابه بتاعتنا في 32 يا جماعه، لما واحد بيشعر بالايه، بخيبه الامل او قلق من حاجه، معناها someone's heart sink، ودي اول مره نختارها في الايه، في الفيديو بتاعنا النهارده او في الحصه بتاعتنا النهارده. تمام، في اليونت اول مره جبنا لنا مثال عليها، بس احنا ترجمناها كتير فوق. 33 travelers sometimes يعني الزوار او المسافرون احيانا، المسافرين احيانا not up a conversation with a stranger during long flight. انت مسافر راكب طياره، راكب الباخره، راكب اللي راكبه، والمسافه طويله، فانت جنبك واحد ما تعرفوش، فانت مش هتلاقيك قاعد ساكت، انكشه باي حاجه عشان تقعد تتكلم معاه وتضيع وقتك. فطبعا هنا الاجابه بتاعتي هنا يا شباب بيبدا محادثه، ففي مصطلح خدناه اسمه يا ترى جيت اب، ولا سي اب، ولا سترايك اب، ولا فيد اب. طبعا سترايك اب هي الاجابه الصحيحه، ده مصطلح خدناه عندنا، ودي معناها يبدا. اكتب معايا عشان تحفظ حتى لو عارفها، يبدا محادثه مع شخص. تمام. طيب نبص على question نمبر، كلمة fed up معناها أنا سئمت مليت منك خلاص، أنا طفح الكيل زي ما بيقولوا. السؤال اللي بعده 34 the hard task was overwhelming for the students، يعني المهمة الصعبة كانت مرهقة جدا للطلاب. مضاد كلمة overwhelming، طبعا أنا عندي هنا نعمل هايلايت على الأنتونيم ومضاد على كلمة overwhelming. فطبعا لما يجي يقول لك هنا overwhelming عايز المضاد بتاعها، يا ترى manageable يعني من الممكن السيطرة عليه أو مقدور عليه، ولا extreme يعني قاسي وأنت قلبك قاسي أوي صح؟ ولا انتنس، ولا اوفر باورنج. تمام. طبعا الاجابه الصح بتاعتي يا شباب ان مضاد، مضاد حاجه ضغط عليا. لو تلاحظ ان كلمه اكستريم شديد وقاسي، انتنس كذلك الوضع، واوفر باورنج انت حتى من غير ما تعرف معنى اوفر باورنج، باور يعني قوه، اوفر يعني متزايد جدا. يبقى هنا الثلاثه دول اللي هي لتر بي اعمل غلط، سي غلط، دي غلط. الثلاثه زي بعض، شبه بعض، ضربوا بعض، مشوا بعض، اذا اتبقى عندي الاولانيه خالص مانجابل، يعني حاجه انا اقدر اتحكم فيها واديرها زي ما انا عاوز، اذا الحاجه دي ما هيش ضاغطه عليا. 35 السياح enjoy the bustling streets، السياح بيستمتعوا بالايه يا جماعه؟ بالشوارع الزحمه filled with music، مليانه بالايه؟ بالاغاني وبالمهرجانات والمحلات اللي فيها الوان كتيره ولونها كتيره وها. ده synonym of bustling، مرادف كلمه bustling. طيب يا ترى هو جاب لي هنا لتر ايه؟ اول حاجه هنا كلمه vacant. تمام. وعندي بعد كده جاب لي هنا كلمه inactive يعني غير نشيط، وكلمه quiet، وكلمه vibrant. اولا يا شباب اللي عندي هنا كلمه vacant الاولانيه، امسك قلمك كده ومعايا اكتب عليها شاغر او خالي. وinactive طبعا خدناها بمعنى خامل ترجمناها من شويه، وكوايت يعني هادئ عارفينها، وفايبرنت طبعا هنا يا جماعه نشط بالحياه. تمام كده، نشط بالله يا جماعه، نشط بالحياه او في نبض بالحياه. يا ترى هنا هو بيقول لك هات لي ايه؟ نسينا نعمل الهايلايت على المرادف وهايلايت على باستلينج، يعني عايز معنى كلمه تدي معنى ان هو نشط او مليان بالضوضاء. يا ترى هي ايه الاجابه الصح؟ الاولى هادي شاغل، يعني زي عندنا دلوقتي في الحظر، عندك الساعه 9 بالليل مفيش حد رايح ولا حد جاي، اذا الشوارع كلها فاكانت. تمام. وجاي منها كلمه فاكيشن اللي هي الاجازه، انت بتبقى فاضي فيها يعني. وان اكتف يعني غير نشط، وكوايت هادئ. طبعا الثلاثه الاولين دول زي بعض، ضربوا بعض، مشوا بعض. الاجابه الاخيره عندي كلمه فايبرنت. طبعا لو جيت حاولت ان انا اشبهها لك بحاجه، اقول لك خاص زي كلمه فايبريشن. يعني ايه فايبريشن؟ اللي هو الايه؟ اهتزاز او حركه. خلي بالك بقى، بص احنا كده عرفناه حتى من غير ما نحفظها اهو. فايبرنت جاي من كلمه فايبريشن. جميل. يلا بينا نخش على question number 36 اللي هو الاكسرسايز على الفوكابيولاري اللي باقي عندي. نبص على question number 36. passengers gathered يعني تجمعوا inside the airport. passengers gathered inside the airport، الركاب تجمعوا داخل المطار not before checking their luggage. طبعا احنا كل المعاني بقى احنا كده قلناها، يعني بالصلاه على النبي كان عايزين نحل على طول. اول حاجه هنا طبعا كلمه بورد، طبعا احنا خدنا كلمه بورد يعني على متن سفينه او متن الطائره، وممكن تيجي بمعنى يركب. وبعد كده خدنا كلمه ماتيريال يعني مواد خام. وبعد كده تيرمينال اللي هو مبنى الركاب. طبعا هم بيركبوا فين او بيتجمعوا فين يا جماعه؟ في صاله الركاب او في صاله مبنى الركاب.
وكلمه روت يعني طريق او مسار. نمبر 37 passengers الركاب were asked to نعمل هايلايت كده على كلمه were asked to يعني انطلب منهم. يبقى الركاب انطلب منهم ان هم نقط الطياره 20 minutes before departure 20 دقيقه قبل المغادره. يا ترى abandon خدنا كلمه abandon يعني يهجر، اكتب معايا بقى سريعا كده abandon يعني ايه يا جماعه؟ ها يهجر ولا broad؟ خلي بالك من broad وبورد في فرق ما بين letter B ولتر D. letter B هنا broad بمعنى واسع، اكتب جنبها بالانجلش كده يعني كلمه wide يعني واسع او عريض، وكلمه road خدناها بمعنى مسار او طريق، واخدنا الاخيره خالص board يعني متن سفينه او ركوب الطائره هي الاجابه الصحيحه. 38 الجمله هنا بتقول my family plans to spend the summer not near the coast. عائلتي بتفكر انها تقضي the summer ايه؟ ها الاجازه الصيفيه بالقرب من ايه؟ beautiful Mediterranean coast بجانب الايه؟ الساحل البحر الابيض الايه؟ المتوسط الجميل. يا ترى تقضي الميتنج الاجتماع، انا ابوك هيعمل لهم اجتماع هناك في الساحل، طبعا اجابه غلط. ولا الفاكيشن الاجازه، طبعا اجابه صح. ولا الديستنيشن ولا الريدكشن، طبعا الريدكشن اخذناها بمعنى ريديوس يقلل فدي جايه منها النون فده التقليل او التخفيض. ولا الديستنيشن اللي هي جهه الوصول او جهه المقصوده. نبص على question number 39 every traveler must present a valid boarding يعني كل مسافر لازم present يعني يحضر تمام a valid boarding valid يعني متاح boarding not before entering the aircraft قبل ما يقدر يخش عليها يا جماعه قبل ما يصلح ان هو ايه يقدر يخش على الطياره. طيب يبقى لازم يحضر معاه ايه يا شباب؟ اول حاجه هنا كلمه باس بوردنج باس ولا بوردنج كليم ولا بوردنج لايسنس رخصه ولا بوردنج تيرمينال صاله ركوب الايه الناس. طبعا هنا الاجابه بتاعتي في 39 هتبقى يا شباب بوردنج باس، خدناها اصلا كمصطلح على بعضه اللي هي بمعنى ايه؟ بطاقه الصعود للايه؟ للطائره. طبعا خدنا كلمه كليم يعني يزعم او يدعي، لايسنس خدناها رخصه، وتيرمينال يعني مبنى الركاب. 40 traveling in first class cabin يعني السفر في كبائن الدرجه الاولى، الناس المهمين زي حالتي كده. provides بيمد comfort يعني بيمدهم بالراحه and not for passengers بيمد بالراحه والايه للركاب. مبدئيا تعالى اقول لك على حاجه، كلمه and اللي قبلها زي اللي بعدها زي ما قلنا من شويه، يعني قبلها حلو يبقى بعدها حلو، قبلها وحش يبقى بعدها وحش، وهكذا. يبقى بيمد بالراحه والايه وحاجه كويسه. بريجر طبعا لو بصيت معايا هنا لو مش عارف معناها اكتب جنبها بيمدهم بالضغط، لا ربنا يحفظنا. difficulty يعني صعوبه ما تنفعنيش لان مش صفه كويسه. effort يعني جهد، ولكزري يعني الراحه. طبعا احنا خدنا في الاول خالص ان كلمه لكزري بمعنى رفاهيه تمام او ايه يا جماعه؟ او راحه او متعه. Number 41 The government placed strict note on international travel during the pandemic. The government يعني الحكومة وضعت ايه صارم على international travel على السفر الدولي اثناء البانديميك اثناء الجائحة. يا ترى حطت ايه؟ اولا هقول لك انت من خلال افتكارك للجملة هتبقى وضعت ايه؟ ها restrictions يعني وضعت قيود على فعل الشيء ده زي limits كده بالظبط. Question number 42 The train station يعني محطة القطر كانت was not with passengers بالركاب arriving الواصلين and leaving والمغادرين constantly يعني بشكل مستمر. طبعا من غير ما ننزل للاختيارات اللي تحت هتلاقي نفسك عارف او واصل للنقطة اللي هي بتاعت ان المحطة كانت ايه؟ كانت مزدحمة، مزدحمة ومليانة بالناس. اول حاجة عندي هنا كلمة في لتر في نمبر 42 اوفر ويلمد، طبعا اجابة غلط، اللي بمعنى اوفر ويلمد يعني مضغوط. ولا بوستلنج يعني كانت مصاخبه ومزدحمه بالحركه هي الاجابه الصح. ولا ستريسد ولا كالم، طبعا اجابات خاطئه. 43 الجمله بتاعتي هنا بيقول لك travelers wait calmly. travelers wait calmly يعني بيقول لك ان انتظر المسافرون بهدوء. inside يعني داخل ذا نوت داخل ايه before their flight announcement began قبل ما الاعلان عن الطياره بتاعهم يبدا. يبقى دخلوا وانتظروا بهدوء داخل ذا. letter A departure long صاله المغادره، طبعا عارفين ان هي اجابه صح. ولا لتر بي تيكت اوفيس مكتب التذاكر، ولا سكيورتي روم غرفه الامن، ولا البوردنج باس اللي هو ايه يا جماعه؟ اللي هو الممر اللي هي ايه هيغادروا منه. طبعا هم انتظروا هنا في 43 انتظروا داخل ايه يا جماعه؟ ديبارتشر لونج اللي هي صاله المغادره. تمام. نبص على كويشن نمبر 44 الجمله بتقول هنا مودرن جي بي اس اللي هي انظمه الملاحه تمام هيلب درايفرز اللي هي الحديثه يعني بتساعد السواقين نوت unfamiliar roads efficiently ان هم نقط الطرق الغير معروفه بكفاءه. يبقى يا ترى بتساعدهم ان هم ديستروي يعني يدمروا، ملهاش علاقه. مس جايد جايد يعني يرشد، مس يعني يضلل، اجابه غلط. كونفيوز يعني يربك، اجابه برضو غلط. انما بتساعدهم يعملوا حاجه احنا حليناها برضو في الجزء الاولاني. نافيجيت يعني ها يتحرك، جاي من كلمه اللي هي يا جماعه الملاحه، وطبعا هي نافيجيت بمعنى
لما بنحب ان انا احدد المسار بتاعي والطريق بتاعي بعمل حاجه اسمها النافيجيشن على الجي بي اس. 45 الباسنجرز الركاب must carry identification نقط while traveling internationally لما يعني يجب على الركاب حمل نقط الهويه بتاعتهم اثناء السفر. يا ترى identification تشيك بوينت ولا دوكيومنت ولا بروموشن ولا تيرمينال؟ طبعا هو انت وانت ماشي رايح في اي مكان بيبقى معاك اللي هي الايه؟ ها الدوكيومنت الوثيقه بتاعتك اللي هي اللي بتبين انك ليك زي جواز السفر كده، ليك ايه صلاحيه الخروج والدخول من بلد الى اخرى. وخلي بالك من كلمة identification يعني إيه؟ يعني هوية. نبص على question number 49. Teachers should space students who worry about their academic performance. يعني المدرسين يجب ان هم نقط الطلاب اللي هم قلقانين على الايه؟ على الاداء بتاعهم الاكاديمي او على بشان الاداء بتاعهم او المذاكره بتاعتهم. يبقى المدرس المفترض يعني يحاول يطمن، صح؟ فلو انت بصيت على لتر ايه اللي هي انشور، جايه من كلمه انشورنس اللي هو بمعنى يؤمن ماليا، اكتب عليها كده يؤمن ماليا. لتر بي انشور يعني يؤكد، وفرايتن يعني يرعب، وري اشور يعني يطمن. اكتب على كلمه ري اشور يعني ايه؟ يطمئن. طبعا هي دي الاجابه اللي يا جماعه هي دي الاجابه الصح. Number 50. The library provides a grade of books for students and researchers. يعني بيقول لك ان المكتبه بتمد بايه عظيم من الكتب للطلاب والباحثون. يا ترى variety يعني تشكيل او تنوع، اكتب معايا، ولا confusion يعني ارتباك، ولا shortage يعني نقص وحده، وlimit يعني نقص وحده؟ طبعا الاجابه الصح يا جماعه بتمدنا بايه؟ variety يعني مجموعه متنوعه منه. بتمدنا بايه يا ابطال؟ variety. Number 51. الزلزال caused a terrible not affecting thousands of people. يعني بيقول لك الزلزال هنا تسبب في نقط حاجه صعبه جدا، اثرت على الاف من الايه؟ من الناس. يا ترى a terrible benefit فايده؟ طبعا ما اعتقدش. success يعني نجاح؟ برضه ما اعتقدش. disaster يعني كارثي، تمام، او كارثه مرعبه terrible، ولا انجاز؟ طبعا يعني لو بصينا على كلمه earthquake زلزال، هي مرتبطه بكلمه disaster يعني كارثه. 52 الجمله بتاعتي بيقول لك scientists العلماء adopted a new، يعني العلماء adopted يعني تبنوا ايه جديد عشان يحلوا environmental problems effectively المشاكل البيئيه بشكل فعال. يبقى العلماء adopted تبنوا a new mistake خطا جديد، اجابه غلط. error يعني خطا، اجابه غلط. accident يعني بالصدفه او غلطه او حادث مصادفه، اجابه غلط. فطبعا هناخد هنا كلمه approach بمعنى نهج واسلوب او تقنيه جديده. طبعا هي الاجابه دي يا شباب هي الاجابه الصحيحه. الاجابه الايه؟ الصحيحه. نبص على question number 53. clean water الميه النظيفه is not for maintaining good health، يعني هي تكون نقط من اجل الحصول على صحه جيده in communities في المجتمعات. يبقى الميه النظيفه تكون critical، طبعا critical هنا بمعناها حيوي او حاسم،
insignificant يعني غير مهم، نكتب معناها insignificant. significant يعني هام، دي معناها غير هام. ordinary يعني طبيعي او عادي. trivial يعني تافه زي ناس كده اعرفها. فطبعا الاجابه الصح يا جماعه تبقى ايه؟ ها critical او crucial او vital او important او necessary او ايا كان او a must، حاجات كلها مهمه ضروريه. 45 54 sorry. The teacher asked the students to write a meaningful يعني profound يعني عميق، خدناها في unit 3. تمام؟ انه يكتب ايه ذو معنى using the new word باستخدام الكلمه الجديده. يبقى هنا دلوقتي المدرس طلب من الطلاب ان هو يكتب ايه ذات معنى باستخدام الكلمه الجديده. يبقى اول اختيار عندي طبعا letter A promotion يعني ترقيه، والفراز يعني عباره او جمله قصيره، وكلمه lecture يعني محاضره، وبرايز يعني جايزه. طبعا هو المدرس هيطلب منهم ان هم يكتبوا ايه يا جماعه؟ عباره ذات معنى، هي الاجابه الصحيحه. نبص على question number 55. السؤال بتاعي بيقول passengers ركاب احيانا نقط الكونفرزيشن. قلناها قبل ما اكمل، الركاب بيركبوا مع بعض بيقعد يعمل حوار ومحادثه. فدي الاجابه الصح يا مستر، اسمها ايه؟ سترايك اب، بمعنى يجري محادثه مع حد او يفتح حديث مع حد. 56 his unclear instructions التعليمات بتاعته الغير واضحه created a serious knot during the meeting yesterday. created يعني خلقت او سببت في ايه؟ serious يعني جاد اثناء الاجتماع بالامس. يبقى سببت ايه serious؟ clarity يعني وضوح. conclusion طبعا احنا خدنا كلمه conclusion هنا يعني ايه؟ خاتمه. ولا confusion يعني ارتباك. ولا simplicity يعني بساطه. طبعا الكلمات دي كلها احنا ترجمناها مسبقا في الفيديو، ولكن عايز اقول لك ان طالما، بص يا حبيب قلبي، اعمل سيركل كده على المفتاح الحل كلمه unclear غير واضح، فحاجه غير واضحه هتبقى بتسبب كونفيوجن لتر سي. تمام؟ نحاول نفهم ونركز ونقول بسم الله على الصفحه اللي بعد كده. سؤال 75 57 57. ما تزهقش وركز معايا كده واحده واحده وقول بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال بيقول هنا باريس is a popular tourist not for Paris is a popular tourist not for travelers from around the world. طب احنا خدنا كلمه قبل كده لما اقول لك كده ده مزار سياحي يعني ملجأ سياحي ناس بتروحوا او جهه بيقصدوها. طبعا احنا اتفقنا دي اسمها ايه يا حبايب قلب المستر؟ destination يعني جهه وصول. limitation هعيدها للمره ال 15 النهارده بمعنى قيد. وبعد كده restrictions يعني قيود. وديبارتشر يعني مغادره. طبعا الاجابه الصح هتبقى لتر ايه يا اولاد؟ لتر بي. نمبر 58. 58 بتقول after years of dedication يعني بعد سنين كتيرة جدا من الايه؟ التضحيات والعمل الجاد. she finally received a well reserved هي في النهاية الحمد لله استلمت ايه؟ a well deserved يعني حاجة تستحق. deserve يعني يستحق. well يعني جيدا. promotion ترقية. confirmation تأكيد. transportation وسيلة نقل. observation حجز. طبعا معروف ان انا بعد شغل كتير وترقية منتظراني، يبقى الإجابة الصح هتبقى promotion. 59 The two friends agree to not books. الولدين الاثنين وافقوا ان هم نقط الكتب بعد ما يخلصوا الروايه بتاعتهم. تقريبا كده معناها ان هم اتفقوا ان هم يبدلوا. فيبدل يعني ايه؟ الاختيارات عندي لتر A delay يعني يؤجل، ولا sweep يعني يكنس او يمسح، ولا preserve يعني يحافظ، ولا swap يعني يبدل. طبعا الاجابه الصح بتاعتي تبادل يا جماعه، اللي هي كلمه ايه؟ swap. نبص على question number 60. بيقول the airline sent a booking note email after I completed the reservation. يعني بيقول لك ان ارسلت شركه الطيران بريد الكتروني، تمام، لايه؟ الحجز. علشان تعمل ايه؟ بوكينج ايه؟ ترانسبورتيشن ولا كونزرفيشن ولا كونفirmation ولا كومبينيشن. طبعا الاجابه الصح وقلناها كتير جدا ان انا بعمل حاجه اسمها كونفيرم يعني تاكيد، فهي بتبعت رساله تاكيد، فدي الاجابه الصح لتر سي. نمبر 61 بيقول لك هنا the hotel includes يعني يشمل recreational not such as swimming pools and gyms. طب الفندق بيشمل حاجات ترفيهيه، تمام، زي حمامات السباحه والجيم. يا ترى بيشمل claims يعني يدعي او مطالبات، وفاسيلتيز تسهيلات ومرافق، ولا ايفنتس يعني احداث، ولا ريستريكشنز يعني قيود؟ طبعا المعنى واضح انه بيشمل مرافق وتسهيلات فاسيلتيز، عامله بالظبط زي كلمه اللي احنا خدناها في يونت 3 انفراستراكشر اللي هي البنيه التحتيه والتسهيلات اللي الحكومه مفترض بتوفرها للشعب او للدوله او للبلاد والقرى وغيره. 62 الجمله بتقول winning such a prestigious award يعني كون انك فزت بمثل هذه الايه؟ الجائزه المرموقه was an not experience for here. كانت جائزه او كانت حاجه خبره او تجربه جميله جدا بالنسبه لها. يا ترى هي كانت overwhelming؟ خدنا overwhelming صفه بمعنى غامره او كبيره. insignificant يعني غير هام. و unimpressive خدناها impressive يعني خلاب او رائع. ان يبقى العكس.
واوردينري يعني عادي. طبعا الاجابه الصح هتبقى عندي overwhelming، نكتب فوقها غامر او فرحه مذهله او فوق الوصف، يعني اكتب الترجمه اللي انت عايزها. 63. A true knot is someone who always stands by your side through thick and thin. يعني بيقول لك الايه الحقيقي هو الشخص اللي بيقف بجانبك دايما في thick and thin، يعني في السراء والضراء. نعمل هايلايت عليها كده واكتب معناها فوق من فضلك، السراء والايه والضراء، في السراء اهو و الضراء. يا ترى الاجابه الصح بتاعتي يا مستر اللي هو ترو اوبوننت؟ استنى، ده اوبوننت يعني خصم عدو، ولا كامبينج الحمله، ولا الانمي عدو، ولا كامبين صاحب او رفيق؟ طبعا الاجابه الصح هتبقى يا حبايبي صاحب او رفيق. 64 64. The airline will، يعني بيقول لك شركه الطيران سوف نقض the boarding time، تمام، through the airport speakers. يعني الجمله بتقول لك هنا ستقوم شركات الطيران بايه وقت الصعود عبر مكبرات الصوت. through يعني عبر، airport speakers المكبرات الصوت الموجوده فين؟ في المطار. يا ترى هي announce هتعلن، ولا باك يعني تحزم الامتعه وغيره، ولا روت تحدد المسار، ولا كونسيل؟ طبعا احنا خدنا كلمه كونسيل يعني هايد، اكتب جنبها اتش اي دي اي او فانيش. طبعا الاجابه الصح بتاعتها هتبقى هتعلن، وطبعا ده اعلان رسمي فدي اسمها announce، اجابه صح. نبص على كلمه على سؤال 65، بيقول لك passengers began to not toward the gate، الركاب بدأوا ان هم نقط نحو البوابه. after hearing the announcement، بعد سماع ايه يا جماعه؟ بعد سماع الاعلان بتاع الايه الرحله وخلافه. يبقى began to delay، يعني ايه كلمه delay؟ يعني يتاخر. ولا brush، يعني ايه brush يا مستر احمد؟ يعني يغسل بالفرشه. ولا pause يتوقف. ولا rush يعني يندفع. طبعا دي اسمها rush. حتى احنا في كلمه عندنا اسمها rush hours، يعني ساعات الايه ساعات الذروه بتبقى الناس مندفعه فيها. السؤال بعد كده 66، السؤال بيقول hospitals have hygiene not، hygiene يعني نظافة، المستشفيات عندها ايه نظافة لمنع انتشار العدوى to prevent the spread of dangerous infections، العدوى الخطيرة. يبقى hygiene accidents، ولا hygiene procedures، ولا attendance حاضرون، ولا delays تأجيلات؟ طبعا واضح من المعنى اللي احنا حلينا كتير عليه النهارده، قلت لك ان هي ليها hygiene ايه يا شباب؟ procedures يعني اجراءات احترازية خاصة بالنظافة. نبص على question number 67. الطلاب الطلاب must present a not identification card during the exam. يعني بقول لك الطلاب لازم يحضروا معاهم بطاقة هوية، تمام، during the exam أثناء الامتحان. يا ترى بطاقة الهوية بتاعتهم هتبقى invalid غير صالحة، ولا postling صاخبة، ولا صالحة، ولا غير قانونية؟ طبعا الإجابة الصح بتاعتها هتبقى بطاقة هوية يا جماعة valid، يعني صالحة، زي ما بقول لك البطاقة بتاعتك تبقى سارية، تمام. نبص على بعد كده على 68. The scientist will note the samples carefully، العالم سوف نوت العينات بحرص وبعناية عشان يحدد the cause of the disease، يحدد سبب المرض. يبقى هنا العالم سوف أول حاجة examine السامبلز، ولا neglect يهمل، ولا exert، ولا expand؟ أولا عندي الأولى هنا examine يعني يفحص، هي الإجابة الصحيحة، نعمل عليها هايلايت، هيفحص الشيء. الثاني يهمل. بعد كده عندك اكسايت، وعندك كلمه اكسباند يعني يمد وخلافه. طبعا الاجابه بتاعتي يا جماعه اكزامين يعني يفحص العينات ديت، زي كلمه انالايز اللي احنا خدناها في الوحده الثالثه. 69، السؤال بتاعي بيقول لك هنا there was a note in the report so the manager asked for correction. يعني بيقول لك ان كان في نقط في التقرير لذلك المدير طلب التصحيح. اول حاجه تيرورست يعني ارهابي، طبعا اجابه غلط. تيرور يعني ذعر، طبعا جاي منها برضو، تمام، دي بمعنى ذعر او رعب. ولتر سي ايرور يعني خطا. ولتر دي تيريوريتي خدناها برضو، تيريوريتي بمعنى الرعب والارهاب. طبعا الاجابه الصح هتبقى يا ابطال كان في ايرور يعني كان في ايه خطا. نبص على question number 70. the advertisement الإعلان managed to قدر إن هو أو نجح إن هو not people's attention انتباه الناس. يا ترى نجح إن هو يعمل إيه يا مستر أحمد؟ drop يعني يسقط، ruin يفسد، destroy يفسد، تمام، ولا grab؟ طبعا في حاجة اسمها خدناها زي الهوك اللي خدناها في الإيسيز، إن هو بمعنى يجذب انتباه الإيه؟ القارئ. 71 بيقول لك مودرن تكنولوجي، التكنولوجيا الحديثه بتساعد في نقط كوميونيكيشن التواصل ما بين الناس around the world في جميع انحاء العالم. يبقى بتساعد ان هي فاسيليتيت، ولا فاسيليتيت، ولا بريفنت، ولا جراب؟ يا شباب اول حاجه فاسينيت يعني جاي من كلمه فاسينيتد يعني يفتن الشيء او يعجب بالشيء، اكتب المعنى بتاعها معايا كده لو سمحت. فاسينيت هنا يعني ايه؟
يعني يفتن او يفتن حد، facilitate يعني يسهل على حد، وطبعا هي دي الاجابه الصحيحه. ولا prevent يعني يمنع، وجراب يعني يجذب. طبعا الاجابه يا جماعه letter B هي الاجابه الصحيحه. نبص على question number 72. السؤال هنا بيقول لك working long hours، العمل لساعات طويله without rest can be extremely، من الممكن ان يكون ايه للغايه for employees daily، يكون نقط الموظفين بشكل يومي. ممكن يكون هنا يا شباب stressful يعني مرهق، relaxing يعني مريح، ولا impressive خلاب ورائع، ولا effortless يعني ايه ما بيبذلش جهد او لا يحتاج الى جهد. طبعا هي انا عايز هنا صفه مرهقه، يبقى هنا هتبقى يا حبايب قلب المستر مرهق او مسبب للضغط. نبص على question number 73. after losing her luggage يعني بعد losing يعني بعد ما فقدت اللي هي يا جماعه اللوجج الحقائب بتاعتها، تمام كده. she decided to not compensation from the airline، هي قررت ان هي تاخد تعويض من شركه الطيران بعد ما فقدت الايه الامتعه. قررت ان هي rise admit claim delay. ترجمنا الكلمات دي كتير وقلنا بس ما حلناش عليها. يبقى قررت ان هي تعمل ايه؟ تطلب يعني ايه يا جماعه؟ كليم، تطالب بيه. نبص على 47. السؤال بتاعي هنا بيقول بليز من فضلك address each issue. address يعني المفترض يجب ان احنا نعالج او نعامل كل مشكله not to avoid confusion عشان نتجنب الارتباك. يا ترى هنا ان احنا هنعالج كل مشكله randomly بشكل عشوائي، اكتب معايا هنا randomly يعني عشوائيا، ولا carelessly يعني باهمال، كويكلي يعني بسرعه معروفه، ولا سيبريتلي يعني بشكل منفصل. طبعا يا جماعه عندك 100 مشكله، خد كل مشكله بشكل منفصل ده الافضل. 75. he had to not his meeting because of unexpected traffic on his highway. he had to هو اضطر لايه؟ ذا ميتنج الاجتماع بسبب الازدحام المروري الغير متوقع. طبعا اضطر ان هو ديلي يعني يؤجل، ولا اتند يحضر، ولا جوين يعني يلتحق، ولا نافيجيت يعني الملاحه. طبعا الاجابه الصح يا حبايبي هو اضطر ان هو ينافيجيت يديلي ياجل الاجتماع بتاعه بسبب ازدحام المروري. السؤال اللي بعد كده سؤال 76. guests ضيوف must present identification يعني لازم يجب على الضيوف تقديم الهوية بتاعتهم during hotel نقط أثناء إيه في الفندق، تمام. before entering their rooms قبل ما يخشوا على الغرف بتاعتهم. طبعا احنا بنعمل حاجة اسمها الإيه؟ ها عارفينها التشيك إن يعني يدخل، ولما بتخرج بتعمل التشيك أوت. question number 77. at the meeting space the manager summarized all important points. question number 77. at the meetings not the manager summarized يعني المدير لخص all the important points clearly، لخص كل النقاط المهمة بشكل واضح. letter A report تقرير، ولا conclusion الخاتمة، ولا discussion، ولا debate. طبعا الإجابة الصح بتاعتي بيقول لك at the meetings conclusion يعني في خاتمة الإيه الاجتماع المدير لخص كل إيه لخص كل جزئية عندنا. دي الإجابة الصح. number 78. The witness agreed to witness يعني الشاهد وافق ان هو نقط crucial details التفاصيل المهمة او الحاسمة during the trial yesterday اثناء المحاكمة امبارح. يبقى وافق ان هو reveal يعني يكشف، ولا conceal يخفي، ولا hide يخفي، ولا forgive يعني يسامح. طبعا دي ملهاش علاقة بالاختيارات forgive، والاثنين B و C شبه بعض غلط هيمشوا بعض. اذا الاجابة بتاعتي الصح هتبقى كلمة reveal يعني يكشف او يفصح. نبص يا شباب على question number 1 الخاص بالجرامر اللي عندنا. اول حاجه الجزء الخاص بالجرامر بيتكلم على زمن الماضي التام والماضي البسيط. الماضي التام والماضي البسيط بيتكلم على حدث تم في الماضي وفي حدث تم تاني بعد منه. الحدث الاقدم دايما بنخليه ماضي تام، بنخليه ماضي ايه؟ ماضي تام. جميل، اللي هو هذا التصريف الثالث. هنبدا نترجم الكلام ده كله عن طريق الايه؟ عن طريق الاسئله اللي موجوده عندي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. After I spaced the report I checked it for mistakes. مبدئيا هو بيقول لك بعد ما انا كتبت او خلصت الخطاب او التقرير انا فحصته. مبدئيا هو جاب لك الجزء الثاني من الجمله يا شباب، جاب لي كلمه تشيك دي يعني فحص، صح كده؟ طب هو خلص الاول يبقى الاقدم بيجي ماضي تام، يبقى الاجابه الصح بتاعتي هتبقى ايه؟ ها هات فينيش اللي هي لتر ايه. نعمل كده ايه بالخط معانا والمعلومه الجديده نكتبها. question number 2. الجمله الثانيه بتقول after the report not I checked it for mistakes. بعد ما التقرير نقط انا فحصته من اجل الاخطاء اللي موجوده فيه. مبدئيا هو هنا بدا بعكس الجمله اللي فوق، بيقول لك بعد ما التقرير كتب فالتقرير انكتب، فالجمله بتاعتي بادئه بالباسيف. يبقى معنى كده ان لو جيت اتكلمت على الجمله في الاكتف كنا بنجيب هاد والتصريف الثالث زي الجمله اللي فوقها. انما الجمله دي بادئه بالمفعول اللي هو ذا ريبورت، يبقى هنا في الحاله دي بنجيب هاد بين والتصريف الكام؟ هاد بين والتصريف الثالث. يبقى احنا لما بنحول الجمله من معلوم الى مجهول في اي زمن تام، اكتبوها لي كده عندك اي زمن تام
في المجهول لازم نجيب جنب منه كلمه ايه؟ بين. نبص على كويستشن نمبر 3. افتر another ريبورت، اقول لك تعالى ليه بقى، بصوا كده معايا. افتر ما جاش بعدها مفعول ولا جاب لك بعدها فاعل، ففي الحاله دي هي حاجه واحده بس. تمام، بيجي بعدها الفيرب بلس اي ان جي اللي هو افتر فينيشنج ذا ريبورت، بعد الانتهاء من التقرير. ونخلي بالنا من الجمله دي برضو والجمله اللي جايه بعدها. هو هنا الفاعل افتر او بيفور مفيش فاعل، بنجيب الفعل فيه اي ان جي. الجمله الثانيه بيقول لك بعد نقط التقرير فحص، فالجمله الثانيه باسيف، يبقى اذا الجمله الاولى بتاعتي باسيف. طب الجمله الاولى كان اصلا بيجي اي ان جي لعدم وجود فاعل، فلو مش موجود فاعل ولا موجود مفعول انا بجيب هنا بينج والتصريف الثالث. ده اللي انا كنت بشرح بصدده الموضوع ده. فهمنا ولا فهمناهاش؟ يبقى الجمله الاولى فيها اي ما فيهاش فاعل، جبنا اي ان جي على طول. الجمله الثانيه بيتكلم بعد ما التقرير كتب هو فحص، فالجمله النمبر 4 باسيف في الاستمرار بنجيب معاها كلمه ايه؟ بينج. نبص على كويستشن نمبر 5. not repaired my car. not repaired my car. طبعا الجمله هنا في رقم 5 جاب لي بعدها على طول كده التصريف الكام؟ التصريف الثالث. في حاجه كده نعرفها يا شباب، رابط اسمه having. having دايما بيجي بعد منه التصريف الثالث. تمام. طيب نمبر 6 not repaired my car looked new، يعني بيقول لك بعد او بمجرد تصليحها. طيب هنا بيقول ان بعد ان صلحت السياره بدا ان هي جديده، فهنا مش هينفع نجيب having بس، لان having طبعا الجمله هنا معناها ان انا اللي صلحت العربيه او الميكانيكي صلح العربيه. الجمله رقم 6 بتقول لك بعد ما تم تصليحها، يبقى having هنا برضو من ضمن الحاجات اللي بادئه بالصيغه التامه، فبالتالي هجيب هنا having بعدها ايه؟ اي صيغه تامه في المجهول having been. تمام. question number 7 not my car I was very happy. الجمله السابعه هنا بيقول لك not my car I was very happy، باصلاحي لسيارتي انا كنت سعيد، او معناها ممكن يبقى معناها عند اصلاح السياره انا كنت مبسوط وسعيد. هنا في حاجه اسمها الفيرب بلس اي ان جي، الجمله ديت بتربط حدثين مع بعضهم والفاعل بيبقى هنا ايه؟ الفاعل واحد. اكتبي جنبها كده الفاعل واحد. يبقى في الحاله دي هاد ريبيرد ما تنفعش، ريبيرد ما تنفعش. الجمله الصحيحه هنا يا شباب هتبقى معناها باصلاح العربيه، يبقى هنا بنجيب الفعل فيه ايه؟ اي ان جي ريبيرنج ماي كار. نبص على كويستشن نمبر 8. الجمله بتقول هنا not at the mechanics، يعني بعد اصلاحها عند الميكانيكي العربيه بان عليها ان هي جديده. ركز بقى، الجمله 7 كان معناها ان انا اللي صلحت، الجمله الثامنه معناها ان هي صلحت، فمعنى كده ان هبدا الجمله بتاعتي بصيغه البسم اللي هي معناها التصريف الثالث. يعني هنجيب هنا كلمه ايه يا شباب؟ repaired. تمام. يبقى هنا دلوقتي في اختلاف من كل جملتين ورا بعضهم كده، نركز على الاختلاف ده. نبص على question نمبر 9 not my car was sold for a higher price. not جاب لك رابط كامل وجمله كامله قبلها، وجاب بعدها بيقول عربيتي عرضت was ايه؟ was sold او ايه؟ تم بيعها بسعر اعلى. الجمله هنا معناها بعد ان صلحت العربيه. يا ترى هنجيب after I had fixed، having fixed، having been fixed، after fixing. يعني مستر الجمله الثانيه العربيه was sold تم بيعها، يبقى معنى كده ان الجمله الاولى جايه، الجمله الثانيه جايه باسيف، يبقى الجمله الاولى تيجي برضه يا جماعه باسيف. يبقى الجمله الاولى هنا عندي هنا ايه؟ after it had fixed. after it had fixed هي معناها بعد ما هي اتصلحت. لو احنا هنختار الاولى، جميل ركزوا معايا، it had fixed دي باسيف وات بادئه بالمفعول اللي هي العربيه، يبقى تيجي had been fixed، يبقى الجمله الاولى دي غلط. letter B having fixed معناها ان having وتصريف ثالث على طول دي معلوم، يعني هي اللي صلحت ودي غلط. عندي بعد كده having been fixed اجابه صح لان معناها بمجرد ان تم تصليح. question number 10 السؤال العاشر he not by the police once already before committing his crime. طبعا he is warned ولا had been warned ولا has warned ولا had warned. طبعا الجمله بتاعتي هو يعني معناه ان هو تم تحذيره من قبل الشرطه بالفعل قبل ارتكاب الايه يا جماعه؟ قبل ارتكاب الجريمه. طبعا معنى الجمله هنا ان هو تم تحذيره، فهو هنا التحذير ده اقدم، فالاقدم بنجيب معاه ماضي تام، بس هو الجمله بتاعتي هي هنا مفعول، يبقى ماضي تام مبني للمجهول، يبقى هاد بين والتصريف الكام؟ الثالث هاد بين ويرند. نبص على question number 11. I was exhausted at the end of the exam. أنا كنت مرهق بعد ما انتهيت من الامتحان. I not for 2 hours. أنا كنت عمال أكتب لمدة ساعتين اتنين. مبدئيا قال لك I was نعمل عليها سيركل كده، أنا كنت تعبان فأنا كنت بكتب، فمعنى كده إن ده ماضي تام مستمر. ليه؟ لأني بركز على الحدث اللي هو موجود دلوقتي هو حدث التعب. يبقى هنا دلوقتي معاها ماضي بسيط يبقى ماضي تام، مضارع بسيط يبقى مضارع تام زي ما احنا اشتغلنا في يونت 1. فاي واز اكزوستد هنا يا شباب طبعا هنجيب معاها الماضي التام، وطبعا هتبقى هاد بين رايتنج. واحد يقول لي طب ليه ما جبناش هاد ريتن؟
اقول لان عندي هنا فور وفتره زمنيه، ومعنى الحدث ان هو كان فيه استمراريه لحدوثه. يبقى هنا ماضي تام مش بسيط، ماضي تام مستمر. نبص على question number 12. علي نقط for work for over a year. علي نقط للعمل اكتر من سنه before he finally got a job. قبل ما يحصل على الايه الوظيفه. معنى الكلام هنا ان كان بيبحث على ايه؟ على حاجه، فمعنى كده ان هو استمر في البحث لفتره قبل وقوع ايه؟ حدث اخر. فاستمراريته الحدث ده ان هو الحدث ده البحث عن وظيفه كان اقدم، فالاقدم ماضي تام، ولكن هو استمر في الحاجه ديت، معنى كده ان هي كانت تحمل معنى الاستمرار. عندك زمنين مستمرين، هاز الاولى والاخيره هاد، والثانيه والثالثه طبعا هنعمل عليهم كده، هنعمل يلا بالقلم بتاعنا نعمل علامه اكس. طب يا مستر احمد هو قال لي فاينلي هي جاتا جوب، هو حصل على الوظيفه، يبقى معنى كده الاحداث كانت ماضيه، حاجه ماضي قبل حاجه ثانيه. اذا المضارع التام الاولانيه المستمر ما تنفعنيش، اذا انا لازم اختار الماضي التام المستمر. نبص على question number 13. عمر felt better after he not the right medicine for his illness. عمر شعر بتحسن بعد ما هو الفعل طبعا تحت ياخذ give، تمام؟ بعد ما هو give يعني اعطى the right medicine for his illness. طبعا لو ركزنا على معنى الجمله، الجمله هنا معناها بعد تم اعطاء او بعد ما اعطي، تمام؟ فهي مجهول، فهي تحمل معنى ان هو تلقى الدواء من شخص اخر. جميل، يبقى هنا نركز ونعمل هايلايت على هي هنا نكتب جنبها مفعول لو انت مش مركز، هي هنا مفعول. طيب هو اعطى الدواء الاول وبعد كده خف، فهو اعطى الاول فهو ماضي تام. يبقى عندي الاولى والثانيه، الثالثه والرابعه بالقلم كده بتاعنا نعمل عليهم غلط. طب هي هنا عمر اللي هو الفاعل هي معلوم ولا مجهول؟ مجهول، يبقى الاجابه الصح بتاعتها هتبقى هات بين والتصريف الثالث. question number 14. my father retired last week. بابا تقاعد الاسبوع الماضي، طلع على المعاش. هو اشتغل في نفس الشركه طول حياته. طبعا هو هنا الحدث تم وانتهى قبل التقاعد اللي هو حدث ان انا اشتغلت، تمام؟ طيب يبقى معنى الجمله بتاعتها هتقول لي he has been working ولا he had worked ولا worked ولا has worked. مبدئيا لما نيجي نتكلم على الجمله بتاعتي، كلمه worked هنا بيتكلم على حاجه تمت وخلصت وانتهت في الماضي قبل ما يتقاعد، تمام؟ يبقى هنا الاجابه الصح بتاعتها هتبقى he had worked، هو عامل لنفس الشركه فتره طويله. خلاص. نبص على الجمله اللي بعدها question number 15. جانا read her aunt's letter. يعني ندى قرأت الخطاب بتاع عمتها that not to her the day before. يعني جانا قرأت الخطاب بتاع عمتها، ذات يعني الذي، ضمير وصل اللي احنا خدناها قبل كده اللي هي ضمائر الوصل، تمام؟ هناخدها في الوحده العاشره. الذي ارسل اليها بواسطه عمتها اليوم الايه؟ ذا داي بيفور، اليوم السابق. يبقى مفترض هنا لما نيجي نحل نقول جنى قرأت الخطاب. هو جنى قرأت الخطاب الاول ولا هو الخطاب تم ارساله لها الاول؟ الخطاب تم ارساله لها الاول، يبقى تم ارساله ده في ماضي تام. طب هو الخطاب معلوم ولا مجهول؟ هتقول لي مجهول، يبقى هنا دلوقتي هاد بين سنت هي الاجابه الايه؟ الصحيحه، تمام؟ لان الجواب بيعتبر هو الاقدم، اليوم السابق يعني تم ارسال الجواب. 16. when I went to the service center. لما انا رحت مركز الصيانه I was pleased to find that my car not well. انا كنت مبسوط ان العربيه بتاعتي نقط. اولا انت رحت، انت كنت مبسوط العربيه اتصلحت، الاقدم ان العربيه اتصلحت وبعد كده انا رحت وبعد كده انا لقيت العربيه اتصلحت. يبقى الاجابه الصح بتاعتي had been repairing. خلي بالك ان has been repairing الاولى مستمر كانت بتصلح، غلط. الثانيه ووز ريبيرنج برضو معلوم ان هي كانت بتصلح. هاد ريبيرد صلحت، دي معلوم طبعا ما تنفعش، لان اعمل دايره على كلمه ماي كار اللي قبل النقط، هنا دي بادئه بالمفعول. يبقى اجابتك على طول هتبقى ايه؟ الجمله بتاعتي هاد بين ريبيرد الاخيره بمعنى صلحت. نمبر 17. I not that manager for years. انا not الفعل تحت يعرف، انا عارف المدير ده بقالي سنين before I worked with him in that company. انا عارف المدير ده بقالي سنين قبل ما ايه؟ قبل ما اشتغل في هذه الشركه. مبدئيا عشان نعرف كلمه نو من الستيت فيربس ما ينفعش يجي في الاستمرار. اذا الاولى اهو نمسك القلم بتاعنا، اعمل غلط على الاولى لانه مستمر، والثالثه لانه مستمر، والرابعه لانه مستمر. اذا الاجابه الصح بتاعتها هتبقى ايه يا ابطال؟ هاد نون، لان هتيجي في البسيط. ومعرفتك ليه، تمام؟ عارفه قبل ما تروح تشتغل معاه في شركه ثانيه. نمبر 18. before he started his career as a journalist. قبل ما يبدا الحياه المهنيه بتاعته كصحفي he not as a teacher for 6 months. هو اشتغل كمدرس لمده 6 شهور. مبدئيا هتقول he has worked ولا worked ولا works ولا had been working. اولا هو كان بيعمل، يعني معنى كده ان هو كان شغال كان شغال شغلانه معينه قبل ما يبدا شغلانه ثانيه. يبقى في الحاله الصح بتاعتي هنا يا شباب هتبقى هي ايه؟ هو كان شغال،
تمام؟ يبقى he has worked ولا worked. اولا مبدئيا انت بتاكد على مده استمرار العمل قبل تغيير المهنه بتاعته، فبالتالي هيبقى هو كان شغال، يبقى he had been working، هو كان يعمل. نبص على question number 19. by 2019 بحلول عام 2019 building this flyover bridge، يعني بناء هذا الكوبري الكبير، تمام، الكوبري العائم ده، finished had finished had been finished had been finishing. مبدئيا اعمل دايره كده واكتب لي عندك الجمله دي تحت كده في الحته الفاضيه، باي زائد فتره في الماضي، على طول انا مغمض اكتب تحتها كده بتساوي ماضي تام. بيجي بعدها ماضي يا جماعه؟ ماضي تام. يبقى هنا مبدئيا الاولى غلط والباقيين قدامي في محمل الصح، ولكن الجمله بتاعتي هيقول لك ان هو بني صح او انتهى. فبقول لك قبل 2019 الكوبري ده كان إيه؟ بناء الكوبري ده قد تم انتهائه. هو ايه اللي حصل؟ البناء الكوبري، يبقى بناء الكوبري ده معلوم ولا مجهول؟ مجهول. يبقى هنا دلوقتي هتجيب لي ماضي تام، بس في الحاله دي هيجي مبني للمجهول. طب انهي بقى اللي ماضي تام مبني للمجهول؟ had been ايه؟ had been finished. letter C. question number 20. منى was tired yesterday because. هنعمل دايره كده يا جماعه على كلمه because، ودايره على كلمه was، وبيكوز او so او as لو جه قبلها ماضي يجي بعدها ماضي تام، لو جه قبلها مضارع يجي بعدها مضارع تام. يبقى because she had been revising، had revising. واحد يقول لي يا مستر على طول كده في الجمله بتاعتي في رقم 20 هنا هنختار ماضي تام يبقى had revised. اقول لك ثواني، ما انا عندي الماضي التام لما اقول ماضي تام يعني ماضي تام معلوم، ماضي تام مجهول، ماضي تام مستمر، كلاهما ماضي تام. بس الجمله بتاعتي اعمل سيركل كده على كلمه all day، يعني هي كانت بتراجع طول الليل. يبقى معنى كده ان في لفظ يحمل معنى الاستمراريه، اذا الاجابه الصح بتاعتي كانت بتراجع had been revising. يبقى هي كانت بتراجع وبعد كده هي تعبت، فبالتالي هنجيب الاجابه بتاعتي had been والاي ان جي. 21. I couldn't know، انا مانيش عارف. who asked about me since I not my mobile. انا مانيش عارف مين اللي كان بيسأل عليا since منذ انا فقدت التليفون. مبدئيا هو انت فقدت التليفون الاول، بعد كده في ناس سالت او ما سالتش احنا ما نعرفش. اذا الاجابه الصح بتاعتك هتبقى هنا ايه الاجابه؟ ها had lost، لان طبعا عندي فقدان الموبايل هو الحدث الأقدم. نبص يا شباب على question number 22. I didn't go shopping not I had finished the housework، يعني أنا لم أذهب إلى التسوق حتى انتهيت من إيه؟ من شغل البيت أو من أعمال المنزل. طبعا أنا عندي الرابط دي سهلة، الرابط ده اسمه يا شباب till وانتل بمعنى حتى أو إلا لما. 23. it not until. طبعا في مصطلح معروف يا شباب اسمه هنا ايه؟ it wasn't until، يعني دي ما فيهاش كلام كتير ولا فيها شرح، هو ضربت معروف رابط على بعض. it wasn't until او it was only when، الاثنين دول كده نحفظهم صم. وخلي بالنا ان هو رابط عادي جدا، it wasn't until ده كده رابط على بعضه، بيجي بعد منه نعمل سيركل كده على هاد والتصريف الثالث هاد جت، وبعد كده نعمل سيركل برضه على كلمه ذات اللي في نص الجمله. يعني لازم تجيب لنا it wasn't until تجيب معاها كلمه ذات، او هكتب لك الثانيه تحتها اكتب معايا، او it was only when. الروابط دي كده مع بعضها بتيجي. يبقى تاني it wasn't until it was only when، وبيجي بعدهم الماضي التام، وبعدين بيجي معاهم في النص ذات، وفي الاخر خالص بيجي ماضي بسيط. نبص على question number 24. I didn't go shopping until I. طبعا نعمل سيركل على until، وهنا جه قبلها نعمل سيركل برضو على didn't go اللي هو هنا ماضي بسيط منفي. وطبعا انا ما رحتش التسوق الا لما انا خلصت الاعمال المنزليه، فهنا الاقدم عندي ان انا خلصت الاعمال المنزليه الاول، فده ماضي تام. بعد كده هنجيب الماضي البسيط، يبقى هنا I had ايه؟ I had finished هي الاجابه الصح، لانك انت خلصت الحاجات دي الاول، فده ماضي ايه؟ ماضي تام. نبص على الجمله اللي بعدها 25. الجمله هنا بتاعتي بتقول I didn't send the report until it not will. ركز معايا على الجمله دي كده، انا لم ارسل الخطاب الا لما هو قال لك الا لما انا ولا لما هو؟ وايت دي نعمل هايلايت عليها ونكتب جنبها مفعول، يعني معنى كده ان الجمله بتاعتي بادئه بالمفعول. طب هي جمله هنا معناها انا ما بعتوش الا لما هو تراجع. مبدئيا بعد انتل في الجمله دي هيجي ماضي تاني، اذا لعبي هيجي على الاي والدي، يبقى بي وسي غلط. طيب هي بادئ بالمفعول، يبقى ماضي تام معلوم ولا ماضي تام مجهول؟ طبعا هنقول ماضي تام مجهول لان هو روجع جيدا. لتر دي. نمبر 26. she not no replies until one day she got a letter. يعني هي not no replies، يعني هي not الفعل تحت يستلم، هي not تستلم اي رد until one day حتى يوم تاني. she got a letter. خلاص كده. طيب يعني ما كانتش استلمت اي رد حتى حصلت على الايه؟ على الخطاب اليوم ده. يبقى she receives ولا had received ولا has received ولا hadn't received؟
مبدئيا طبعا هنا الجمله بتاعتي هي لم تستلم اي رد، تمام. وبعد كده she got a letter، يبقى هنا الاقدم ان هي عدم حصولها على رد، وبعد كده حصلت على الخطاب. يبقى الاقدم عندي ماضي تام had received، يبقى ده ماضي تام. يبقى الاجابات اللي عندي هتبقى لتر بي او لتر دي، بس معنى الجمله هي لم تستلم، يبقى هنا هنجيبها ماضي تام بس ماضي تام مبني، اسف ماضي تام ايه؟ منفي، مش ايه؟ مش مثبت. يبقى hadn't received. ترجمتك للجمله انت هو بالعربي هي اللي هتحل جمله صح. 27 he not to sit down until he had apologized. نركز على الجمله دي كده ونترجمها بالعربي ونشوف الفعل تحت بيقول لك allow يعني يسمح. هو لم يسمح ان هو يقعد الا لما هو اعتذر، ولا هو ما تسمحلوش يقعد الا لما اعتذر؟ طبعا هنقول ان هو لم يسمح له ان يجلس الا لما اعتذر. طب احنا خدنا ان كلمه until جميل هيجي بعدها زي ما احنا اتفقنا كده نعمل خط على هاد والتصريف الثالث الماضي التام، وقبلها في النقط ماضي بسيط. بس الماضي البسيط هنا طبقا لترجمتك للجمله هو لم يسمح ولا هو لم يسمح؟ لم يسمح. يبقى معنى كده الجمله بتاعتك ماضي بسيط مبني للمجهول. طب الماضي البسيط المبني للمجهول بنجيبه ازاي؟ was were والتصريف الثالث. وطبعا الجمله منفيه هتبقى he wasn't allowed to sit down، هو لم يسمح له ان يجلس. نبص على question number 28. I not nobody until Ali had arrived. I met. I didn't meet. I hadn't met. I wasn't met. طيب هو هنا بيقول لي until، بالراحه كده ركز على اللعب بتاع until. جه بعدها ماضي تام زي الفل، يبقى يجي قبلها ماضي بسيط في الغالب منفي. طب هو جاب لي هنا يا مستر على طول تفكيرك وانت متسرع هتقوم جاي عامل لي دايره على didn't meet، اقول لك انت غلطان لان عندك كلمه nobody بتوحي بالنفي، اذا ما ينفعش اجيب didn't نفي مع no نفي، اذا هجيب الفعل في الماضي البسيط مثبت اللي هي كلمه met، وبالتالي هي منفيه لوجود كلمه ايه؟ nobody. تمام. نبص يا شباب على question number 29. Tim was very upset yesterday because he not that he not his wallet. مبدئيا because نعمل هايلايت عليها زي ما اتفقنا. انا عندي هنا because جه قبلها هنا يا مستر was ماضي بسيط، يبقى اذا بعدها ماضي تاني. جميل. طيب بقول لك لان هو الفعل جاب لك فعلين، الفعل الاولاني realize يعني ادرك، والفعل اللي جنبه lost يعني فقد. هو كان متضايق لان هو ادرك ان هو فقد محفظته. بصوا لي هنا كده، هو ادرك وفقد المحفظه وادرك يعني، لا هو كان حزين وبعد كده هو ادرك ان هو فقد المحفظه. هو هنا جاب لي كذا فاعل، ايه اقدم فعل عندنا هنا دلوقتي؟ كان حزين؟ لا ده اخر حدث خالص. ادرك؟ لا. طب هو اول حاجه المحفظه فقدت، بعد كده عرف اللي هو ادرك، بعد كده زعل. فالاقدم حاجه اللي هو فقد المحفظه اللي هو الشق الاخير لازم نجيبه ماضي تاني. طب بص معايا لتر ايه؟ قال لك لوست ماضي بسيط، دي تنفع ولا ما تنفعش؟ لا ما تنفعش، لان كلمه لوست فقد لازم تيجي ماضي تاني. لتر بي جابها لك لوست برضو يبقى ما تنفعش. لتر سي جابها لك هاد لوست، نسيبها نشوف الاخيره. قال لك لوزس، لا غلط. يبقى على طول انا مغمض دلوقتي انا عرفت ان فهم الجمله ان فقدان المحفظه ده الاقدم، يبقى هنجيبه ماضي تام لتر سي. نبص على question number 30. She invited me to dinner. هي دعتني على العشاء. But it not 2 years since I not to her house so I lost my way. أنا فقدت الطريق بتاعي. يبقى هنا دلوقتي but it not 2 years since I يعني دلوقتي لقد مر سنتان منذ ذهبت بيتها. يبقى أنا بتكلم دلوقتي دعتني ولكن إنه يقول it is ولا it was ولا it is ولا it has been. مبدئيا since جميل بيجي قبلها ايه يا شباب؟ ها، ماضي بسيط ولا مضارع تام؟ انا بقول لك هنا دعتنا على العشاء، الجمله في زمن ايه يا جماعه؟ في زمن الماضي. جميل كده، مره سنتين. but it is 2 years since I went ولا was وهاد gone ولا is went ولا has been ومعاها went؟ مبدئيا هنا الجمله بتاعتي نعمل دايره كده على كلمه since. تمام. She invited me to dinner but it not 2 years since I not to her house so I lost my way. الكلام ده كله في زمن الايه؟ في زمن الماضي. اولا هنا القاعده الاساسيه بتاعتنا كانت بيقول لك هنا ات از فتره زمنيه سنس ماضي بسيط اللي هي لتر سي. تمام. يبقى بقول لك هنا دلوقتي اتس فتره زمنيه، اقول لك يعني فات فتره زمنيه لغايه ما انا عملت كذا. يبقى هنا الاختيار بتاعنا الطبيعي المفترض يجي لك لتر ايه؟ لتر سي. طب انت واحد يقول لي طب انا ليه ما جبتهاش لتر بي؟ it was 2 years since I had gone to her house. طبعا هنا ما فيش تتابع احداث في زمن راضي، يعني الاجابه بتاعتك لتر ايه؟ لتر سي الاجابه الادق. نبص على question number 31. when she not home last night لما هي نقعت للبيت الليله الماضيه she realized that هي ادركت ان علي not a nice candle lit dinner for her.
يعني الجمله بيقول هنا لما هي وصلت البيت بتاعها امبارح هي ادركت ان علي نقط شمعه، تمام، جميله كده على العشاء من اجلها. مبدئيا لما هي وصلت هي ادركت ان علي جهز لها، لان الفعلين اللي تحت هاد ارايفد وبريبيرد. يبقى وين شي هاد ارايفد، اولا كلمه يصل هي الاقدم ولا كلمه بريبيرد الاقدم؟ اقول لك ان الجزء الاولاني بتاع كلمه بريبير هو اقدم حاجه، فلازم كلمه بريبير تيجي في الماضي التام. يبقى الاجابه الصح بتاعتي هنا لا اما لتر سي لا اما لتر دي. جميل. طيب يبقى هنا لتر ايه نعمل عليها غلط، وعندي الجمله اللي بعدها لتر بي هنعمل عليها غلط، اذا اتبقى عندي هنا لتر سي ودي. اقول لك لتر سي جاب لك الجزء الاولاني شي ووز ارايفنج وهي عماله كانت عماله توصل، ما ينفعش الجزء ده يجي في ايه يا جماعه؟ في الاستمرار. اذا الاجابه الصح بتاعتها هتبقى ايه؟ لتر دي هي الاجابه الايه؟ الصحيحه. نبص على الجمله اللي بعدها 32. I realized I not my watch in the office when I not home. انا ادركت ان انا نقط الساعه بتاعتي في المكتب لما انا وصلت البيت. يبقى انا ادركت ان انا الفعل تحت هنا leave يعني يغادر، ولما انا رجعت البيت. هو انت تركت الساعه الاول ولا انت رحت البيت الاول او رجعت البيت؟ لا، انا تركت الساعه الاول. اذا تركك للساعه الجزء الاولاني من الجمله لازم يجي ماضي تام. لتر A have غلط، لتر B غلط، لتر C غلط، لتر D هي الإجابة الصح. فبالتالي هنجيب هنا had left والجزء الثاني returned. يا رب نكون فهمناها ما فيهاش مشكلة. 33 by the time يعني قبل ما علي نقط from the army من الجيش هو not involved in 3 separated routes، الشاغب في 3 أعمال شغب. يبقى قبل ما علي ريتاير يتقاعد من الجيش هو had been ولا هو كان في او كان منضم؟ طب الاجابه الصح بتاعتي هنا يا شباب هو انضم الاول ولا تقاعد؟ لا، انضم الاول. يبقى هنا الجزء النقط الثانيه لازم يجي ماضي تاني. الجزء الاولاني هنا في لتر A جاب لك هنا would ما هيش ماضي تاني. لتر B had been ماضي تام سيبها. لتر C was ماضي بسيط سيبها. لتر D had been سيبها. يبقى الاجابه الصح بتاعتي لا بي لا دي، بس مستر احمد قال لنا ان ما ينفعش زمانين اتنين في الماضي التام. اذا لتر دي هنا يا شباب غلط، اذا الاجابه الصح هتبقى لتر بي. تمام. question number 30 بيقول she invited me to dinner يعني هي دعتني، اكتبوا فيها ماضي بسيط الحدث تم وانتهى. but it not 2 years since I not to her house وبعد كده نعمل دايره على كلمه lost فقد الطريق بتاعه. الاحداث كلها في الماضي، نرجع بالذاكره للوحده الاولى المضارع التام كان مديني زمن اتس اسمه اتس فتره زمنيه سنس ماضي بسيط اللي هو لتر سي، نعمل عليه دايره. بس خلي بالك ان ده لو اكتبي جنبها مضارع تام، وطبعا هنبدله بالماضي التام اللي هي اتز هتبقى ات ووز، والماضي البسيط هيبقى ماضي تام، لان بتكلم على الاحداث كلها حصلت وانتهت في زمن الماضي. يبقى الاجابه الصح بتاعتي ات ووز وبعد كده ات سينس المضارع التام هتبقى ماضي تام. نبص على question number 31. when she not home last night she realized that علي not a nice candle. لما هي راحت البيت هي ادركت ان علي جهز لها. مبدئيا هي راحت البيت ادركت علي كان مجهز لها، فتجهيز علي ده الاقدم فده الماضي التام. يبقى لازم الشق الثاني اللي هو التجهيز ماضي تام. يبقى عند الاختيار الاولاني كده هنمشيه والاختيار الثاني هنمشيه، الاثنين كده دول غلط. اتبقى عندي لتر سي ولتر دي. طيب لتر سي بيقول ووز ارايفنج كانت بتوصل، ما تنفعش ماضي مستمر. يبقى الاجابه الصح هتبقى ارايفد ماضي بسيط. نمبر 32 انا ادركت ان انا سبت ساعتي في المكتب لما انا رجعت البيت. انا ادركت وسبت ورجعت البيت. كلمه سبت ساعتي في المكتب ده الحدث الاقدم. تمام. يبقى نعمل دايره كده معايا على الافعال اللي موجوده ريلايزد، ودايره على النقط، ودايره على كلمه ايه؟ على النقط الثانيه رجعت البيت. يبقى انت الجمله الاولانيه بيقول لك انا ادركت ان انا سبت الساعه. جمله سبت الساعه اقدم فده ماضي تام، يبقى لازم اول نقطه عندي تيجي ماضي تام. يبقى فين اول نقطه عندي ماضي تام؟ ايه غلط، بي غلط، سي غلط، اذا الاجابه الصح بتاعتي هاد ليفت. نبص على الكويشن نمبر 33 جمله 33. قبل ما علي نقط من الجيش هو اشترك في عمليات كتيره من اعمال الشغل. يبقى قبل ما هو يقعد هو اشترك. جميل. قبل ما انا اقعد واتقاعد من شغلي انا عملت كذا، فالعمايل اللي هو عملها قبل ما يقعد دي اقدم، فالاقدم ماضي تام. فالماضي التام هيبقى ايه؟ هاد والتصريف الثالث. يعني النقط الثانيه لازم تيجي هاد وتصريف ثالث اللي هي بي ودي اللي هم دول اهو هاد. انما A وسي غلط. طيب نبص كده على بي ودي، قال لك ريتايرد وهاد بين وهاد ريتايرد وهاد بين. لتر دي ما ينفعش يجيب لي ماضي تام مع ماضي تام، اذا الاجابه الصح بتاعتها هتبقى ريتايرد وهاد بين اللي هي لتر ايه؟ لتر بي. نبص على كويشن نمبر 34. I bought a new car انا اشتريت عربيه جديده not but before that نعمل دايره على كلمه before that يعني قبل ذلك. قبل كده انا not many sites to choose a gold medal. طيب قبل ما انا اشتري
ترجم حتى بالعربي بعيد عن الرابط. انا بحثت، فكلمه بحثت يعني ده حدث اقدم، فالاقدم هيبقى ماضي ايه يا جماعه؟ ماضي تام. يبقى هنا في الحاله دي الاجابه الصح بتاعتها هتبقى ايه؟ had searched for. 35 when I returned home، لما انا رجعت البيت انا اكتشفت ان انا نقط تليفوني في المكتب. يبقى لما انا رجعت البيت انا ابص نعمل دايره على ريتيرن، وبعد كده اكتشفت هو ايه الادم؟ انا تركت التليفون. يبقى تركت التليفون ده حدث اقدم، يبقى ده ماضي تام. يبقى هنجيب معاها هاد ليفت. نمبر 36 خلي بالك بقى من الرابط بتاع نو سونر وهاردلي وسكيرسلي وبيرلي، بعدهم هاد فاعل تصريف ثالث تاني، هاد فاعل تصريف ثالث، او ديد وفاعل والمصدر لو ماضي بسيط وماضي بسيط. نبص على الجمله. نو سونر هاد وي هير، اقول لك ثانيه واحده بس كده بالراحه، انا قلت هاد فعل تصريف ثالث، دي هير دي مش تصريف ثالث، اذا الاجابه دي غلط. طيب وي ديد هير، لا احنا قلنا لا اما هاد فعل تصريف ثالث لا اما ديد فعل مصدر. طب لتر سي وي هاد هيرد، اقول لك هي تركيبتها ماضي تام صح، بس احنا بنبدا بهاد الاول، بنعمل عمليه الانفيرجن، بنبدا بالفعل المساعد قبل الفاعل، اذا دي اجابه غلط. اذا مش بتبقى عندي غير كلمه ايه يا شباب؟ ديد والفعل والمصدر، ديد وي هير. وطبعا نعمل دايره على كلمه زان، ونو سونر بيجي معاها زان، هاردلي بيجي معاها وين، بيرلي وين، سكيرسلي وين. اوكي. I would rather you، انا I would rather طبعا انا اتمنى ان انت not this book last year it was cheap، كان رخيص. مبدئيا احنا خدنا جمله بتاعه I would rather او انا I wish انا اتمنى او it's time، بيجي بعدها لو لقيت بعدها الفاعل زي ما هو موجود هنا دلوقتي، سيادتك بتقوم جاي باصص وعامل الخط الزمني. انا لو دلوقتي في المضارع بجيب الفعل في الماضي، لو جمله في الماضي بجيب الفعل الجمله في الماضي الايه؟ في الماضي التام. طب انا هنا الجمله دلوقتي نعمل دايره على كلمه لاست ويك والجمله بتاعتي في الزمن الماضي، يبقى اذا الاجابه الصح بتاعتي هتبقى هنا ايه يا شباب؟ انا اتمنى ايه؟ هاد بوت. يبقى اتمنى حاجه في الماضي بنجيب ماضي تاني، بتمنى حاجه في المضارع بنجيب ماضي بسيط، بالاخص لو موجود فيه فاعل بعد وود راذر. طيب 38 really بالفعل it was the most amazing novel I know. خلي بالكم من كلمه the most، اول ما تلاقي the most او اي صيغه تعبر عن superlative التفضيل بنجيب معاها ever. الاولى ايفر، الثانيه ايفر، الثالثه ايفر، لا اله الا الله، ده الاربعه فيهم ايفر. طب استناني بقى، يبقى في الجمله ديت ان بيقول لك دي كانت اروع روايه انا قريتها، فهنا في الحاله ديت ووز هتلعب دورها معانا. الجمله بتاعتي هنا ووز ماضي بسيط معاها ماضي تام، يبقى ماضي تام بس بوجود كلمه ايفر. يبقى الاجابه الصح بتاعتي ايه؟ هاد ايفر ريد. طب لو كانت ات از مضارع بسيط يبقى معاها مضارع تام، يبقى كنا هنجيب هاف ايفر ريد، طبعا هي مش موجود هاف ايفر ريد. 39 I was very angry because، اقول لك قبل ما نبدا نكمل الجمله اتعلم معايا، نعمل دايره على because واعمل دايره على was. ما because و so as قلت لك لو جه قبلها مضارع بسيط يبقى بعدها مضارع تام، لو جه قبلها ماضي بسيط يجي بعدها ماضي تام. طيب I was very angry because when، لاني لما انا وصلت المحطه القطر، تعالى بص كده، انا لما وصلت المحطه القطر كان مشي، فمشيان القطر قبل ما انا اوصل، ليه؟ لان انا زعلت. طالما زعلت يبقى انت ما لحقتوش، يبقى الاجابه الصح بتاعتك هتبقى ايه؟ هاد ليفت، مغادره القطر قبل وصولك. تمام كده؟ بسم الله. question number 40. she arrived at the cinema late، هي وصلت المحطه متاخره. الفيلم not 20 minutes earlier، الفيلم كان بدأ من 20 دقيقه قبل ما هي توصل. بصوا معنى الجمله بالعربي، انا وصلت السينما متاخر والفيلم بدأ الاول، فبدأني الفيلم ده اقدم، فاقدم ماضي تام، اذا الجمله بتاعتي هتبقى ايه؟ ماضي تام يا جماعه، had begun. 41 I was exhausted at the end of the exam، انا كنت مرهق ومتعبان في نهايه الامتحان. I not two essays for over 2 hours، انا خلي بالكم من كلمه انا كنت بكتب مقالين اتنين قبل ما ايه؟ لمده ساعتين اتنين، او قعدت فيهم اكتر من ساعتين اتنين. طبعا الاجابه الصح بتاعتي هنا انا كنت مرهق، نعمل على was. بصوا was هنا الزمن الماضي البسيط بيلعب دور يا جماعه على طول، فالجمله بتاعتي هنا في زمن الماضي. جميل كده. انا كنت بكتب خطابين. مبدئيا ترجمتك للجمله هتقول لي ان انا بجيب معاها قعدت اكتب لمده ساعتين يبقى زمن مستمر، اقول لك تمام، يبقى انت هتختار لي لتر ايه؟ اقول لك جميل، بس انت كده غشيم. قول لي ليه؟ اقول لك اعمل دايره على كلمه تو واكتب عندك اذا تم ذكر عدد مرات حدوث الشيء ما بنستخدمش الاستمرار. تاني، لو ذكرنا عدد مرات الحاجه اللي انت عملتها اوعى تستخدم مستمر. يعني مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم A وبي غلط، اتبقى had written وهاف written. يبقى هنا في الحاله دي اتفقنا ان هي مضارع تام غلط، هتبقى ماضي تام لوجود كلمه was. يبقى الاجابه الصح بتاعتي يا ابطال had written. 42 I wish I
اتمنى ان انا نقط الطعام ده امبارح I got very sick because of it. خلي بالكم معايا كده وبص على الخط اللي رسمه لك ده كده، ده الخط الزمني. الخط الزمني اعمل الخط كده. اولا انا هنا حاليا انا بتكلم معاك في المضارع، من شويه قبل ما نبدا الفيديو بقى ماضي. من اقدم حاجه خالص اللي انا شدد لك احط عليها بالعرض ده ماضي تام. الجمله بتاعتك I wish او I would rather او if only او it's time، لو جات لك الجمله بتاعتها بعدها فاعل زي I wish I اهو، يبقى هنا جالها فاعل، يبقى دي القاعده الشاذه. طيب يبقى بعمل ايه؟ ببص للجمله، الجمله هنا فيها yesterday ماضي، يبقى نقوم جايين عاملين هنا دايره على الماضي. طالما لقيت جمله ماضي بجيب الفعل في زمن الماضي اللي يا جماعه الماضي التام. يبقى اي وش والحياه دي كلها لو بعدها فاعل ببص على الجمله، لو مضارع بجيب ماضي، لو ماضي بجيب ماضي تام. الجمله بتاعتي هنا يسترداي ماضي فبجيب ماضي تام. اذا سيادتك هتعمل غلط على بي وعلى دي، اتبقى ايه ودي. انا اتمنى ان انا كنت كلت ولا ما كنتش كلت. انا بقول لك انا تعبان دلوقتي، يبقى انت طبيعي ان الكلام معناه ايه؟ انا ما كنتش كلت، فالاجابه الصح هتبقى هادنت ايه؟ هادنت ايتن. نبص على كويستشن نمبر 43 ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. 43 باي ذا تايم يعني قبل، باي ذا تايم ونقط قبل ما احنا نقط، وقبل باي ذا تايم بعدها فاعل، يبقى ما ينفعش تجيب لاين جي. جميل كده. we had been flying for 6 hours، قبل ما احنا نوصل احنا كنا طايرين لمده 6 ساعات. كلام جميل ماشي، احنا كنا طايرين فبالتالي جابها لك هنا. بص معايا had been لاين جي لان في 4 و6 hours، والطيران يعني قعدنا استمرنا طايرين في الجو 6 ساعات، وبعد كده احنا وصلنا، فالوصول ده اجدد، فماضي بسيط يبقى قريب بس. تمام. طيب 44 first اولا my brother اخويا نقط افيز، بعد كده هو حجز التذكره. يعني معنى كده ان اخويا في الاول هو حصل على التاشيره، بعد كده هو حجز رحله الطيران بتاعته، يبقى حصوله على الفيزا ده اقدم، يبقى ماضي تام، يبقى الاجابه الصح هتبقى هات جت. شغلوا دماغكم معايا كده شويه ونحل بسرعه. 45 لما بابا ريتيرند هوم رجع البيت ماي ماذر نقط دينر، ماما كانت نقط العشاء. تبص على الجمله بتاعتي my mother was making had made was being made. مبدئيا was being دي ما تجيش خالص، لان فيرب تو بي ما بيجيش في الاستمرار الا في حاله، بص كده انا هكتبها لك، الا في حاله انك بتعمل حاجه اسمها acting او behaving. يعني لما يكون واحد بيتصرف، والكلام ده احنا خدناه في التراكمي وخدناه في اولى ثانوي. يعني لما تقول اخويا مثلا is behaving kindly with me nowadays، هي is being kind، يعني اخويا طيب قوي معايا اليومين دول. فلتر سي غلط. طب ينفع اجيب هنا لما ابويا وصل امي كانت بتطبخ مستمر؟ خدناها حاجه كانت مستمره اللي هي امي بتعمل الاكل، وابويا وصل فجاه ماضي بسيط، يبقى الاولى دي صح. طب ينفع اقول لك لما بابا وصل امي كانت عملت اصلا؟ صح، لان الحدث بتاع ماما كانت عملت هنعتبره حدث اقدم من وصول ابي. اذا الاجابه الصح بتاعتي A and B. 46 My brother said that he had been to الفيوم and not Karun Lake. اخويا بيقول، ركز معايا كده، دي جمله بتاعت الكلام المباشر والغير مباشر، الوحده الثانيه والسادسه، ان he had been ان هو ذهب الى الفيوم and not Lake Karun and see saw. مبدئيا صلوا على النبي. انا عندي هنا هاد، نعمل دايره على كلمه بين. جاب لك هاد كفعل مساعد بيجي بعدها التصريف الثالث، بس جاب لك 3 4 15 فعل في الماضي بعدها. هاد يجي لوحده الفعل المساعد، وكل الافعال اللي تيجي بعدها تيجي ماضي تاني. يعني ينفع اجيب سو اقول لك غلط، ينفع اجيب سي سو غلط. طب سين؟ طبعا هي سين لان هي كان اصلها هي هاد سين، هو رأى. نبص على question number 47. I saw my friend علي last week. I not him since 2019. انا شفت زميلي علي الاسبوع الماضي، انا ما شفتوش منذ عام 2019. يبقى I hadn't seen haven't seen didn't see. الطبيعي انك لما بتلاقي since بتجيب مضارع تام، يعني الطبيعي انك هتروح تختار لي haven't seen، بس ده غلط. قول لي ليه غلط؟ لانك انت عندك so ماضي بسيط، برضو الماضي البسيط لعب لعبته، ربط معايا الماضي التام، يبقى ماضي بسيط مع ماضي تام. اخر جمله عندي 48 48 جمله بتقول not his own company. not his own company يعني هنا الجمله بتاعتك يعني يؤسس الشركه بتاعته. he took on many workers، يعني took on هنا بمعنى ان هو وظف يا جماعه، وظف الكثير من الايه؟ الكثير من العمال. يا ترى هنا finding ولا founded ولا found ولا founding؟ مبدئيا اكتب لي على كلمه found اللي لتر سي دي لها معنيين، فعل بمعنى وجد في زمن الماضي من find، وفاوند هنا بمعنى يؤسس كمضارع بسيط. جميل. فانت هنا هنجيب حاجه اسمها قام بتاسيس او اسس، فبنجيب كلمه فاوندنج، بنجيب معاها كلمه ايه يا جماعه؟ فاوندنج في اول ايه؟ في اول الجمله founding his own company، هو اللي اسس، هو اللي ايه؟ هو اللي اسس الشركه بتاعته. تمام. بكده اول 48 جمله يا شباب احنا خلصناهم.
هنخش على كام جمله من الجمل اللي خاصه بالنموذج الاسترشادي بتاعنا السنه دي سنه 26. نبص يا شباب على question number 49. When I got to the cafe my friend left already. جميل. which correct the mistake. مبدئيا قبل ما انزل الاختيارات انا لازم ابص على الجمله بتاعتي واحللها طبقا لفهمي. اولا هو جاب لك هنا ايه؟ when I got، انا وصلت الكافيه زميلي كان مشي بالفعل. معنى ان زميلي مشي، الفعل بتاع زميلي مشي جابه لك ليفت ماضي بسيط. اقول لك غلط، لان زميلك مشي لازم يجي ماضي تام. يبقى هنا دلوقتي الغلط في كلمه ليفت. تعال نبص في الاختيارات كده، جاب لي هنا ايه؟ جاب لي ليفت، المفترض تبقى هاد ليفت. طبعا هي الاجابه الصح، لان مشيانه لازم يجي ماضي تام. خلاص. طيب question number 50. which of the following correctly describes past perfect. جمله بقى في الجول، انهي واحده من اللي جاي ده، انهي وصف من اللي جاي ده بيوصف الماضي التام؟ الماضي التام اتفقنا انه حدث تم قبل حدث تاني. letter A it describes an action happening now. بيوصف حدث بيحصل دلوقتي. اقول لك لا طبعا غلط. تمام. طيب it describes an action completed before another action. بيوصف حدث تم قبل حدث تاني. نبص، بيوصف مستقبل. غلط. بيوصف habitual actions، عادات او احداث بتحصل كعاده. غلط. يبقى الاجابه الصح بتاعتي زي ما هي ظاهره قدامي الايه؟ لتر بي، زي ما جات لنا في الوحده الاولى. ايه معنى المضارع التام؟ 51 he had no sooner sat down then the phone rang. what does this sentence mean؟ ماذا تعني هذه الجمله؟ قبل ما انزل ابص على الاختيارات احلل الجمله بتاعتي. احنا قلنا ان نو سونر والحاجات دي معناها لم يكد، يعني بيقول لك هو بمجرد او قبل هاد نو سونر سات يعني قعد الاول، بعد كده التليفون رن. ده معنى الجمله بالفلاحي كده. نبص على الاختيارات نشوف انه معنى مدياني نفس الايه يا جماعه؟ نفس المعنى بتاع الجمله بتاعتي في 51. هي sat down long، قعد فتره طويله قبل ما التليفون يرن. لا هو ما جابلكش معنى الكلام ده. طب نبص كده، التليفون رانج immediately after يعني بعد ما هو قعد على طول. تمام. ولا هي sat down يعني هو قعد. جميل كده. because the phone was ringing، قعد لان التليفون كان بيرن. ما ادانيش المعنى طبعا. he refused to answer، رفض يرد. ما فيش الكلام ده. طبعا الاجابه الصح بتاعتي هتبقى يا ابطال؟ هتبقى لتر ايه؟ لتر بي هي الاجابه الصحيحه. the phone rang immediately after، بعد ما قعد. يبقى هو قعد الاول وبعد كده التليفون يا اساتذه التليفون رن. نبص على question number 52. بيقول by the time the ambulance arrived، يعني بيقول لك قبل ما العربيه الاسعاف توصل الحشد او الجمهور had already gathered، الناس كانت اتجمعت. ماذا تعني هذه الجمله اللي تحتها خط او بتعبر عن ايه؟ يلا نعرف نشوف ايه معناها. ركز على السؤال. an action حدث happening at the same time as another past action، حدث كان بيتم مع حدث ثاني في الماضي. لا، ده معنى ان في حدث قبل حدث، لان الجمله بتاعتي باي ذا تايم العربيه الاسعاف توصل كلمه الجمهور كان اتجمع اقدم من وصول الاسعاف، فالناس حصلت الاول، فنكتب عليها كده رقم واحد. طيب لتر بي ان اكشن كومبليتد بالفعل، ان الناس اتجمعت، ده حدث تم وانتهى بالفعل. before another past action، قبل حدث ثاني في الماضي. طبعا معناها صح وهي دي الاختيار الصح. تمام. نمبر 53 identify the sentence، يعني تعرف على الجمله اللي correct use past perfect. تمام. correctly uses اللي هي بتستخدم بالفعل او بشكل صحيح الماضي التام. letter A she had left before I arrived. خلي بالك هو جاب لك الرابط، جاب لك بعدها ماضي بسيط قبلها ماضي تام، اجابه صح. letter B before جاب لك ماضي بسيط بعدها قبلها مضارع بسيط، اجابه غلط. جميل. letter C before ماضي بسيط بعدها قبلها مضارع تام، لا غلط. طب الليتر دي بيفور ماضي بسيط وقبلها اي ان جي، غلط. يبقى الاجابه الصح بتاعتي يا اساتذه اجابه بص الحل سهل، بس محتاج واحد فاهم واحد واعي كويس اللي هو ايه اللي هو بيعمله. 54 which sentence انهي جمله shows an action بتظهر حدث that happened before another action in the past، جمله بتظهر حدث حصل قبل حدث تاني. معنى كده انه بيلعب على قاعده الماضي التام. طيب I ate dinner yesterday، هو هنا مفيش حدث تم قبل حدث، يبقى غلط. I had eaten dinner before my friend arrived، أنا أكلت العشاء قبل ما زميلي يوصل. طبعا إجابة صح. طب نقرا اللي بعدها. I will eat dinner later، أنا هاكل العشاء فيما بعد. ده مستقبل. أنا باكل العشاء دلوقتي مستمر، إجابة غلط. نعمل بالهايلايت على نمبر على الليتر بي. طيب نبص على الجملة اللي بعدها 55 which sentence is structurally correct، أنهي جملة معمولة جرامر صح؟
يا ترى بص بقى كده ركز عشان هيجيب لك روابط ويلعب بقى ماضي بسيط مع ماضي تام والكلام ده، وممكن يجيب لك معلوم ومجهول ومستمر وغيره. نبص على الجمله نقول بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي. شي هاد بين ستادينج، خلي بالك بص بالقلم بقى كده وتعمل دايره كده او هايلايت على الايه، على الزمن. كانت بتذاكر فور وفتره زمنيه يبقى ده مستمر ماشي صح. بيفور قبل المدرس وصل، يبقى معنى كده قبل بيفور قبل ما المدرس يوصل هي كانت بتذاكر لمده 3 ساعات صح. لتر بي شي هاد ستادينج فور 3 hours، قال لك فور 3 hours فتره زمنيه وجاب لك قبلها هاد ستادينج، مفيش هاد والاي ان جي اصلا، يبقى كده من غير ما نكمل دي غلط. طيب شي هاد بين ستادي جاب لك هاد بين والمصدر، لا اجابه غلط. شي هاد بين ستادد ده هي معناها ان هي اتذاكرت ماضي، غلط. فبالتالي الاجابه الصح بتاعتي تبقى يا جماعه ها لتر ايه هي الاجابه الايه، هي الاجابه الصحيحه. بكده يا ابطال نكون بفضل الله خلصنا الوحده السابعه، يا رب نكون خرجنا باكبر قدر من المستفيدين منها. انتظرونا في فيديو جديد، لو استفدت سيب لنا كومنت دعواتك الجميله لينا وقول لي ايه اللي ناقصك، وشير الفيديو لغيرك خلي الكل يستفيد، والدال على الخير كفاعله. اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.